السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال بريب 3، أهلا بيكم يا شباب في قناتكم جو ماث ومستر لطيفي. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع الفاينل ريفيجن أوف الجبر. إن شاء الله بإذن الله يا شباب الريفيجن بتاعتنا بادئة من أول ليسون في المنهج. بناخد الأفكار بتاعت الامتحانات وبعد كده الأفكار بتاعت الريتشوز. تاني ليسون بناخد أفكار الامتحانات اللي هي الإيساي كويشنز اللي فيها ستيبس، بعد كده بناخد الريتشوز بتاعه أند سو. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. كان اول ليسون عندنا يا شباب اللي هو solving two equations from the first degree in two variables. زي مثلا الايكويشن دي هنا بيقول ايه find in r cross r 2 3x plus 2y equals 4 و x minus 3y equals 5 showing steps. اول حاجه احنا بس محتاجين نعرف السؤال ده كان بيجي لنا ازاي. كده الايكويشن دي كده جاهزه ودي كمان جاهزه. طب يعني ايه مش جاهزه يا مستر؟ لو احنا جالنا 2x equals 5y مثلا plus 7، احنا علشان نجهزها لازم يكون الاكس والواي في وان سايد، يبقى 2x minus ال 5y equals 7. خلاص كده احنا جهزنا الايكويشن بتاعتنا، ولازم يكون الاكس والواي في وان سايد والنمبر بعد دي. تمام. طيب بعد ما نجهزها كنا بنعمل ايه؟ بنكتب التو ايكويشنز تحت بعض، يعني هنكتب كده 3x بلس 2y equals 4. هنكتب تحتيها، وانا بكتب لازم اخد بالي ان انا اكتب الاكس تحت الاكس والواي تحت الواي. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل كانسليشن او بنعمل ريموف، يا اما نكنسل الاكس يا اما نكنسل الواي. طب انا عشان اكنسل الاكس او اكنسل الواي لازم يكون عندي تو كونديشنز. لازم الكوفيشنت النمبر بتاع الاكس اللي هنا هو يكون نمبر الاكس اللي هنا. طب الاكس اللي فوق ب 3 والاكس اللي تحت ب 1. اعمل ايه؟ ابدل ازاي؟ هاخد النمبر اللي فوق اعمله ملتبلاي الايكويشن اللي تحت، والنمبر اللي تحت اعمله ملتبلاي الايكويشن اللي فوق. ازاي؟ يعني انا هنا هعمل تايمز ل 1 وهنا هعمل تايمز ل 3. طب ما تيجي نشوف الانسر. 1 باي 3 اكس تطلع ب 3 اكس. طبعا خد بالك ان احنا لما نيجي نعمل باي بنعمل ملتبلاي الايكويشن كلها. 1 باي 3 اكس تطلع ب 3 اكس، 1 تايمز 2 واي تطلع ب 2 واي، 1 تايمز 4 ب 4. هنا نفس الكلام، 3 باي اكس تطلع ب 3 اكس، 3 ملتبلاي نيجاتيف 3 واي تطلع نيجاتيف 3 واي، نيجاتيف 9 واي. بعد كده 3 ملتبلاي 5 تطلع بكام؟ ب 50. ده كده اول شرط. احنا قلنا لازم يكون الكوفيشنت نمبر الاكس اللي فوق هو نمبر الاكس اللي تحت، وده كده موجود. تاني حاجه لازم يكون واحد فيهم بوزيتيف وواحد فيهم نيجاتيف. ليه؟ عشان لما اجي اعمل بلس او ماينس ايه بيتكنسلوا مع بعض. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنغير الساين اللي تحت كلها. دي بوزيتيف 3 اخليها نيجاتيف 3، دي نيجاتيف 9 اخليها بوزيتيف 9، دي بوزيتيف 15 اخليها نيجاتيف 15، وابدا اعمل اد. 3x minus 3x تتكنسل بزيرو، 2 بلس 9 equals 11 واي. هنا 4 minus 15 تبقى نيجاتيف 11. انا دلوقتي محتاج اجيب الفاليو اوف واي، هودي دي بالديفايد، يبقى الواي ايكوالز كام؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. كده احنا جبنا الفاليو اوف واي. هنعمل حاجه اسمها سبستيتيوشن، هنختار اي ايكويشن من التو ايكويشنز دول نعوض فيها بالواي. طب ما تيجي ناخد الثانيه، x minus 3y equals 5. يبقى انا هقول له كده x minus 3 times negative 1 equals 5. يبقى الاكس ماينس نيجاتيف 3 باي 1 تطلع بوزيتيف 3 ايكوالز 5. طب ما 3 بوزيتيف رايحه بالنيجاتيف، يبقى الاكس ايكوال كام في الاخر؟ اكس ايكوال 2. الاس اس او السوليوشن سيت بتاعتنا لازم نكتب الاكس الاول تبقى 2 ونيجاتيف 1. تمام. ده كده اول اكسرسايز. هتلاقي برده كمان من ضمن الحاجات اللي اقول لك عليها ان هتلاقي كل اكسرسايز عليه مسالتين او ثلاثه، بحيث تخرج من الفيديو مش محتاج حاجه ثانيه. طب هنا نفس الكلام اكسرسايز ثاني اهو. انا عندي هنا 2x ماينس الواي ايكوال 7، وهنا x بلس الواي ايكوالز 9. واحد يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن اكنسل الواي، اقول له ممتاز. لما اجي اعمل بلس على طول الواي هتتكنسل، مش محتاج اعمل واي. لكن انا بحب اثبت الطريقه عشان ما توهش الناس. احنا دلوقتي هنعمل ريموف للاكس، هنعمل تحت ملتبلاي لل2 وفوق ملتبلاي لل1. طب لما نيجي نعمل ملتبلاي لل1 كل حاجه تفضل زي ما هي، 2x ماينس الواي ايكوالز 3. تحت هتبقى 2x بلس 2y ايكوالز 2 باي 9 تطلع بكام؟ ب 18. ناخد لاين ونغير الساين، البوزيتيف 2 اكس تبقى نيجاتيف والبوزيتيف 2 واي تطلع نيجاتيف 2 واي، وتيجي 18 بالبوزيتيف خليها بالنيجاتيف. طبعا هنا هنعمل اد، 2 اكس ماينس 2 اكس بزيرو، نيجاتيف واي ماينس 2 واي تطلع نيجاتيف 3 واي، 3 ماينس 18 تطلع نيجاتيف 15. اعمل ديفايد للنيجاتيف 3 تطلع الواي ايكوالز كام في الاخر؟ الواي ايكوالز 5. جبنا الواي ناقص نجيب الاكس. اختار اي ايكويشن اعوض فيها، وليكن السكند ايكويشن. عندي الاكس بلس الواي ايكوالز 9. هودي طبعا اشيل الواي واكتب مكانها ال 5
واودي ال 5 الناحيه الثانيه بالانفرس اوبريشن، يبقى الاكس بتاعتنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. اس اس او سوليوشن سيت بتاعتنا بكتب الاكس الاول 4 اند 5. تمام؟ طيب تعالى نشوف اكسرسايز تاني. السؤال ده ممكن يجي عليه ستوري بروبلم، وهتلاقيها موجوده تقريبا في محافظه اسوان او اسيوط ايا كان يعني. A length of a rectangle is 2 cm. A length of the rectangle is 2 cm more than its width. يعني ايه؟ يعني احنا هنسمي اللينس L والويتس دبليو. بيقول لي ان اللينس مور ذان الويتس باي 2 سنتيمتر. يعني ايه؟ يعني اللينس ماينس الويتس ايكوال 2. لان هو معنى الكلام ان اللينس اكبر من الويتس ب 2. and its perimeter is 28. find its area. طب ايه هو رول البريمتر؟ البريمتر كنا احنا بناخده في بريب، في بريب 2 وبريب 3 وبريب 1 وبرايمري، عباره عن لينس بلس الويتس باي 2. كل ده ايكوال 28. طب ما تيجي نفك البراكت، 2 باي ال تطلع 2 ال بلس 2 دبليو ايكوال 28. دلوقتي وي هاف تو ايكويشنز نكتبهم تحت بعض خالص. نكتب ال تحت ال والدبليو تحت الدبليو اهو. يبقى انا عندي ال ماينس الدبليو ايكوال 2، وهنا 2 ال بلس 2 دبليو ايكوال 28. دلوقتي يا اما اعمل ريموف لل يا اما اعمل ريموف للدبليو. فاحنا هنعمل فوق ملتبلاي لل2 عشان نعمل ريموف للايه لل فوق ملتبلاي 2 وتحت ملتبلاي لل1. طب ما تيجي نجيب الانسر. 2 ال 2 باي ال تطلع ب 2 ال، 2 باي نيجاتيف دبليو تطلع نيجاتيف 2 دبليو، 2 باي 2 ايكوالز 4. اللي تحت هنعملها باي 1 تفضل زي ما هي بلس 2 دبليو ايكوال 28. واحد يقول لي يا مستر طب ما انا دلوقتي انا عندي فوق نيجاتيف 2 دبليو وتحت بوزيتيف 2 دبليو اكنسلهم مع بعض. اقول له صح، كلامك صح 100%، بس انا بحب اثبت الخطوات عشان ما حدش يتوه مني. عشان اكنسل ال هخلي تحت اغير الساين كلها، اخلي تحت نيجاتيف ودي بوزيتيف اخليها نيجاتيف ودي بوزيتيف برضه اخليها نيجاتيف. طب نبدا نعمل سمبليفاي. 2 ال ماينس 2 ال تطلع بزيرو خلاص. نيجاتيف 2 ماينس 2 تطلع نيجاتيف 4 دبليو ايكوالز 4 ماينس 28 تطلع نيجاتيف 24. عشان اجيب الفاليو بتاعت الدبليو هعمل ديفايدد للنيجاتيف 20 نيجاتيف 4. يطلع الدبليو بتاعنا بكام؟ الدبليو بتاعنا 24 ديفايد 4 ايكوال 6. يبقى الويتس بتاعنا بكام؟ ب 6. بس انا عايز اجيب اللينث. عشان اجيب اللينث اختار الايكويشن الاولى اشتغل فيها، اللي هي عباره عن ايه؟ ال ماينس ال 6 ايكوالز 2. طبعا ال 6 بالنيجاتيف هتروحها بالبوزيتيف، يبقى اللينث بتاعنا ايكوالز كام؟ ايكوالز. طب هو طالب ايه؟ طالب الاريا. الاريا بتاعت الريكتانجل يا شباب عباره عن اللينث تايمز الويدث. يعني 6 تايمز ال 8 ايكوالز كام؟ 48 سنتيمتر سكوير. طيب تعالى بقى نشوف الايه اللي تشوز اللي بيجي عليه. بيقول لك ذا انترسكشن بوينت اوف ذا تو ستريت لاينز. طيب انا عشان اجيب الانترسكشن بوينت لازم اعرف الاكس بكام والواي بكام. هنا الواي ايكوالز 5. طب هنا هي الاكس بلس 3 ايكوال 0. خلاص ودي الاكس الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3. الاكس بنيجاتيف 3 والواي ايكوالز 5، يبقى الايه البوينت بتاعتنا اللي هي نيجاتيف 3 اند 5. خد بالك من السؤال ده عشان هيجي كتير. the number of two solution of two equations. لو هما الاثنين intersection يبقى ليهم 1. لو هما not intersection او parallel يبقى 0. لو حاجه تانية اسمها coincident دول يبقى ان infinite number. طب اعرف منين؟ هقول لك دلوقتي وركز معايا عشان الكلام ده هنحتاجه دلوقتي في كذا اكسرسايز. اول حاجه يا شباب احنا بنحط التو ايكويشنز تحت بعض. ادي x plus 2y equals 5، وهنا x minus 2y equals negative 1. بص يا دكتور، عينك دايما على الاكس والواي. اول حاجه احنا هنعمل ريموف للاكس. هل محتاجين نظبطها؟ لا مش محتاجين نظبطها. طب بص بقى على رقم الاكس. رقم الاكس اللي فوق زي رقم الاكس اللي تحت. اه صح. طب هل الواي زي الواي؟ لا. لو الاكس زي الاكس والواي مش زي الواي يبقى دول انترسكتنج، يبقى ليهم وان سوليوشن. برضه يا مستر انا مش فاهم، اقول لك تاني. بص كده، لو انا عندي 2x بلس 4y equals 5 وعندي 2x بلس 4y equals 6، بص على الايكويشنز قارن بينهم بعد ما نظبطها طبعا ونعمل فوق باي وتحت باي. رقم الاكس زي رقم الاكس صح، والواي زي الواي صح. طب هنا النمبرز مختلف يبقى دول باراليل. لما يكونوا باراليل يبقى ليهم زيرو. طب الكيس الثالثه لو انا عملتها كده، بص 2x بلس 4y equals 8 وتحت 2x بلس 4y equals 8. ايه ده؟ التو ايكويشنز هي نفس الايكويشن صح؟ ساعتها بنقول عليهم coincident او ليهم an infinite number of solutions. تعال نكمل كده ونشوف مع بعض.
برضه نفس الكلام بيقول لك اذا two equations are intersecting in dot quadrant. يعني ايه intersecting in dot quadrant؟ اول حاجه هنا جايب لي الاكس، يبقى انا عندي الاكس بلس ال 5 equals 0، يبقى الاكس equals نيجاتيف 5. كده انا جبت الاكس. تعال نجيب الواي، ال 2y بلس ال 6 equals 0، وادي ال 6 بعكس الساين يبقى 2y equals نيجاتيف 3. اعمل ديفايد، سوري، 2y equal نيجاتيف 6 ديفايدد لل 2 يبقى الواي equals نيجاتيف 3. طبعا احنا عندنا الكوردينيتس بتاعتنا هنا بوزيتيف، الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، هنا الاكس نيجاتيف وهنا الواي نيجاتيف. لما يكون الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف معناها ان هي موجوده فين؟ في الثيرد كوادرانت. تمام يا شباب؟ طيب كويشن بعد كده بيقول لك ايه؟ the number of solutions of the two equations. احنا قلنا هنا يا شباب لازم اكتب التو equations تحت بعض واجهزهم. هنا هكتب ال 3x بلس الواي ايكوالز 4. خد بالك هو بادئ بالواي عشان يلخبطك، لا ده انت هتكتب الاكس تحت الاكس والواي تحت الواي وال3 تحت ايه؟ تحت الفور. طيب لازم نجهز الايكويشن. واحد يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن اعمل فوق باي 2 عشان اخليها 3 6 صح. اقول له انت ممتاز زي ما المستر بتاعك معلمك ما فيهاش مشكله. انا بحب اوحد الطريقه زي ما قلت لك عشان ما الخبطش الناس. هنعمل فوق باي لل 6 وتحت باي لل 3. طب 6 باي 3 ايكوالز 18x، 6 باي واي تطلع ب 6 واي، 6 باي 4 تطلع ب 24. طب نعمل تحت باي 3، 6 باي 3 باي 6 ايكوالز 18x. طب 3 باي 2 تطلع ب 6 واي، 3 باي 3 ايكوالز 9. طب ما انا لسه شرحها لك من شويه، قلت لك بص دايما على الاكس والواي. الاكس هنا الرم نمبر زي النمبر، الواي 6 وهنا 6. اما هنا التو نمبرز ار ديفرنت، فمعنى كده ان هما الاثنين بارالل. لما يكون بارالل هو بيسالك عن النمبر اوف سوليوشن ليهم كام حل، اقول له زيرو. طب ليه ما بكتبش فاي؟ الفاي دي اسمها الاس اس، مجموعه الحل تطلع بفاي. لكن انا دلوقتي بيسالني عن نمبر اوف سوليوشن اقول له ايه؟ اقول له زيرو. تعال نشوف اكسرسايز تاني برضو. هنا السؤال هو بس جايبها لك بشكل تاني. بيقول لك if the two straight lines اللي هي الاكس بلس ال 2y equals 4، والتاني 2x بلس ال ky equals 11 are parallel. لما يكونوا parallel ما انا شرحت لك بقى بعد ما اجهز لازم تكون الاكس زي الاكس والواي زي الواي والنمبرز مختلفين. عايز نجيب الفاليو اوف كي. طب احنا هنعمل فوق باي 2 وتحت هنعملها باي 1. لما اعمل هنا باي 2 تطلع بكام؟ ب 2x، 2 باي 2 تطلع ب 4y، 2 باي 4 تطلع بكام؟ ب 8. تحت هنعمل باي 1 تبقى 2x بلس كي واي ايكوالز 11. طب ما احنا قلنا عشان يكونوا باراليل لازم الاكس زي الاكس والواي زي الواي. طب ما الواي اللي فوق عندها 4 واللي تحت عندها كي، يبقى المفروض الكي بتاعتنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. تمام؟ تعالى نشوف اكسرسايز تاني مع بعض. برضو نفس الكلام هنا بيقول لك زي 2 ايكويشنز، الاكس بلس 2 واي، اكس بلس 2 واي ايكوالز 3، والثانيه اللي هي 3x بلس الكي واي ايكوالز 9. خد بالك بيقول لك هاز ان انفينيت نمبر اوف سولوشنز، معناها ان الاكس لازم تكون زي الاكس والواي لازم تكون زي الواي، وكمان النمبر اللي بعد الايكوال لازم يكون النمبر اللي بعد الايكوال كلهم زي بعض. طب هنعمل فوق باي كام؟ قلنا هنعمل فوق باي 3. هبدل ارقام الاكس واعمل تحت باي 1. طب 3 باي اكس تطلع ب 3x بلس 6y ايكوالز 9. طب تحت في الدينومينيتور 1 باي 3 اكس تطلع ب 3 اكس برضه بلس 1 باي كي تطلع بكي واي، 1 باي 9 تطلع ب 9. طب ما احنا لسه قايلين من شويه لازم الاكس زي الاكس والواي زي الواي. الواي هنا ب 6 والواي هنا بكي، يبقى الكي على طول المفروض تكون ايكوال كام؟ ايكوالز 6. تمام؟ تعالى نشوف معانا ايه تاني. هنا بقى هنبدا هنخش على ليسون 3، انا جايبهم ورا بعض عشان نفرق بينهم. اللي هم solving two equations، واحده من الفيرست ديجري وواحده من السكند ديجري. خلاص؟ تعالى بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الاكسرسايز دوت يعني خطواته كتير وبتلخبط ناس. انا عندي ايكويشن دي من الفيرست ديجري ومن السكند ديجري. اول حاجه بشتغل في الفيرست ديجري. طب بشتغل بعمل ايه يا مستر؟ يا اما اخلي الاكس لوحدها يا اما اخلي الواي لوحدها. فانا هكنسل الواي واوديها الناحيه الثانيه بعكس الساين، تبقى الاكس بتاعتنا ايكوال 2 بلس الواي. كده انا جبت فاليو للاكس. بعد كده بعمل ايه؟ بشتغل في السكند ايكويشن اللي هي دي. كل اكس تقابلنا كنسلها واكتب مكانها البراكت ده. يعني انا اول حاجه عندي اكس باور 2، فانا هكتب مكانها اللي هي 2 بلس الواي جوه براكت باور 2 بلس الواي باور 2 ماينس ال 10 ايكوال 0. طب ليه يا مستر ماينس 10؟ دخلت ال 10 الناحيه الثانيه عشان تبقى زيرو ايكويشن واحلها. طب الخطوه الجايه بقى بنفك البراكت. خليك فاكر عشان في ناس بتتلخبط في فك البراكت.
براكت ده باور 2، بعمل ال 2 باور 2 بلس الواي باور 2. خد بالك بص بقى، هعمل الثلاثه دول باي بعض، 3 ده باي ده باي ده، يعني ال 2 باي الواي باي ال 2 بنفس الساين اللي في النص. الساين اللي في النص بوزيتيف تبقى بوزيتيف، نيجاتيف تبقى نيجاتيف. طب ما تيجي نكتبها كده، تبقى عباره عن 2 تايمز الواي تايمز ال 2 اللي فوق بلس الواي باور 2 ماينس ال 10 ايكوال 0. طب ما تيجي نعمل سمبليفاي بقى. طيب نعمل سمبليفاي ازاي يا شباب؟ دي 2 باور 2 ايكوالز 4 بلس واي باور 2 بلس 2 باي 2 تبقى 4 واي بلس الواي باور 2 ماينس ال 10 ايكوال 0. نبدا نجمع حاجه اسمها اللايك تيرمز، اللي هم شبه بعض. اللي هم شبه بعض في ايه؟ نبدا بواي باور 2. طب انا عندي هنا 1 باي واي باور 2 قدامها نمبر 1، وهنا قدامها 1 تطلع 2 واي باور 2. طب يلا نجمع الواي باور 1 مفيش غيرها بلس 4 واي. هنا نعمل سمبليفاي للتو نمبرز، ال 4 ماينس ال 10 تطلع بكام؟ بنيجاتيف 6 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. بس كده خلاص. هنعمل ديفايد؟ لا ما تعملش ديفايد ولا اي حاجه. هتجيب الفاليو بتاعت الاي، الاي بتاعتنا ايكوالز كام؟ الاي اللي هو النمبر اللي قبل الواي، الواي باور 2، البي النمبر اللي هو قبل الواي، والسي اللي هو الابسوليوت تيرم اللي هو الايه النمبر اللي غير واي. الاي عندي ايكوال 2، والبي بتاعتنا ايكوالز 4، والسي بتاعتنا ايكوالز كام؟ نيجاتيف 6. واشتغل في الكالك مود 5 3. طب ما تيجي نجيب الكالك ونشوفها. هنعمل يا شباب مود 5 3. اول حاجه الاي بتاعتنا ب 2، اكتب 2 ايكوال 4 ايكوال نيجاتيف 6 ايكوال تاني. بص كده، اكس 1 تطلع ب 1، اكس 1 اللي هي واي، اكس 2 تطلع بنيجاتيف 3. يبقى انا اقدر اقول له كده ان واي 1 طلعت ب 1، واي 1 تطلع ب 1، واي 2 تطلع بنيجاتيف 3. زي ما في واي 1 في اكس 1، زي ما في واي 2 اكس 2. طب انا عشان اجيب الاكس اشتغل في الرول ده، البراكت اللي انا جبته في الاول. هقول له اكس 1 هتبقى عباره عن 1 بلس ال 1، واكس 2 هتبقى عباره عن 1 بلس نيجاتيف 3. طب هنا 1 بلس 1 سوري دي 2. زي ما في واي 1 يا شباب في اكس 1، هشتغل بالرول دوت اللي هي الاكس 1 هتبقى عباره عن 2 بلس ال 1، واكس 2 هتبقى عباره عن ال 2 بلس نيجاتيف 3. طب هنا هتبقى الاكس 1 ب 3، وهنا اكس 2 تبقى بنيجاتيف 1. لما اكتب الاس اس او السولوشن سيت ببدا بالاكس، الاكس هنا ب 3 والواي بتاعتها ب 1، يبقى 3 اند 1. الاكس هنا بنيجاتيف 1 والواي بتاعتها بنيجاتيف 3، يبقى نيجاتيف 1 اند نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. تعال نشوف اكسرسايز تاني عليه كده، برضه نفس السؤال بس جايبها لي بشكل ابسط شويه. جايب لي اول ايكويشن اللي هي الاكس ماينس الواي ايكوال 3، والثانيه اكس واي ايكوالز 10. طب احنا بنشتغل في انهي ايكويشن الاول يا شباب؟ نشتغل في الفيرست ديجري. طب ما دي فيرست ديجري يا مستر، اقول لك عيب عليك، عشان دي باي، فهنا 1 وهنا 1 نعملهم بلس، دي من السكند ديجري. فهنا لما اجي اخلي الاكس لوحدها هكنسل الواي اكتبها بعد ال 3 بالبوزيتيف واحطها جوه براكت، تبقى 3 بلس الواي، واشتغل في الايكويشن الثانيه. اول اكس قابلتني اكتب مكانها البراكت 3 بلس الواي جوه براكت، بعد كده واي ماينس ال 10 ايكوال 0. فك البراكت يا دكتور، واي ملتبلاي واي تبقى واي باور 2، واي باي 3 تبقى 3 واي، يعني 3 واي بلس الواي باور 2 ماينس ال 10 ايكوال 0. اعدلها وابدا بالواي باور 2، واي باور 2 بلس 3 واي ماينس ال 10 ايكوال 0. دلوقتي اجيب الاي واجيب البي واجيب السي. الاي بتاعتنا كانت بكام؟ كانت ب 1. البي كانت بكام؟ ب 3. والسي كانت بنيجاتيف 10. واجيب الكالك الجامده جدا مود 5 3. الاي ب 1 ايكوال 3 ايكوال نيجاتيف 10 ايكوال تاني. بص كده، اكس 1 اللي هي ب 2 واكس 2 اللي هي بنيجاتيف 1، يعني واي 1 تطلع ب 2، واي 2 تطلع بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 5. تمام؟ زي ما في واي 1 وفي واي 2 في اكس 1 واكس 2، اشتغل بالرول ده. يبقى انا هقول له اكس 1 عباره عن 3 بلس 2، واكس 2 عباره عن 3 بلس النيجاتيف 5. هنا تطلع اكس 1 ب 5، واكس 2 تطلع بكام؟ بنيجاتيف 2. واكتب الاس اس بتاعتنا سولوشن سيت، لازم ابدا بالاكس. الاكس بتاعتنا هنا، الاس اس بتاعتنا يا شباب تبقى عباره عن ال 5 وال 2، بعد كده النيجاتيف 2 والنيجاتيف ايه؟ 5. تمام؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني عليها برضو. طبعا زي ما انت شايف كده ممكن تزهق من الفيديو، لكن انا جايب لك كل الافكار اللي في الامتحانات بحيث انت ما تحتاجش حاجه تانيه غير الفيديو بس.
طب انا دلوقتي يا مستر انا ممكن اخلي الاكس هي لوحدها ولا الواي لوحدها؟ لا، اخلص من النيجاتيف. يبقى هنا هكتب 2 بلس الاكس، يبقى الواي بتاعتنا عباره عن 2 بلس الاكس جوه البراكت. جميل، ناخد الايكويشن الثانيه بقى. اكس باور 2 تنزل زي ما هي. طب ليه هتنزل زي ما هي؟ لان انا لما اجي اكنسل بكنسل الواي عشان اكتب مكانها البراكت. بلس هنا اكس وبراكت تاني فيه 2 بلس الاكس ماينس ال 4 ايكوال 0. فك البراكت، اكس باور 2 بلس اكس تايمز 2 تطلع ب 2 اكس، اكس تايمز اكس تطلع باكس باور 2 ماينس ال 4 ايكوال 0. جمع اللي شبه بعض، اكس باور 2 قبلها 1 وقبلها 1 تطلع 2 اكس باور 2 بلس ال 2 اكس ماينس ال 4 ايكوال 0. خلاص كده احنا ايه؟ جبنا الفاليو بتاعت الاكس. اكتب الاي بتاعتنا ايكوالز 2، البي برضو ايكوالز 2، والسي نيجاتيف 4. والكالك الجامده جدا تجيبها وتحل بيها الاكسرسايز. 2 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال 10. اكس 1 تبقى ب 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف 2. يعني انا عندي اكس 1 ايكوالز 1 واكس 2 ايكوالز نيجاتيف 2. زي ما احنا قلنا ان في اكس 1 هيبقى في واي 1 وفي واي 2. طب ادي الواي عندي عباره عن 2 بلس الاكس، يعني الواي 1 هتبقى عباره عن ال 2 بلس ال 1، وواي 2 هتبقى عباره عن ال 2 بلس نيجاتيف 2. هنا واي 1 تبقى ب 3 وهنا واي 2 تبقى ب 0. اكتب الاس اس او السولوشن ست بتاعتنا تبقى عباره عن كام؟ ببدا بالاكس الاول تبقى 1 3، وبعد كده هناخد ايه؟ نيجاتيف 2 0. بس كده خلاص. ده كده ايه الثالث اكسرسايز او السكند ليسون. طب نخش على شويه تشوز بقى. هنا بيقول لك ايه؟ لو الواي ايكوال 3 الاكس باور 2 ايكوالز واي بلس 6. طب الواي ب 3 شيل الواي واكتب مكانها 3 تطلع الاكس باور 2 ايكوالز 9. بس انا عشان اجيب الاكس اجيب السكوير روت، يبقى الاكس عباره عن بوزيتيف ونيجاتيف روت ال 9، يعني بوزيتيف ونيجاتيف روت ايه؟ روت 3. طب هنا السؤال ده يا مستر احل تو ايكويشن؟ ممكن تحلهم عادي بس احنا ممكن نجيبها بالتجربه اسهل. اكس ماينس واي ايكوال 2، فجرب كل الارقام دي. طب دي نيجاتيف 4 ادي الاكس اهي وادي الواي، ماينس ال 2 بنيجاتيف 6 دي ما تنفعش. هنا 2 ماينس نيجاتيف 4 تطلع ب 6 برضه دي ما تنفعش. طب هنا 3 ماينس 1 ايكوال 2 تنفع، وهنا 4 ماينس 2 ايكوال 2 برضه تنفع. اختار مين؟ جرب في الايكويشن الثانيه. دي الاكس ودي الواي، هنا اكس باور 2 معناها 3 باور 2 بلس ال 1 باور 2. طب 3 باور 2 ب 9 بلس ال 1 تطلع ب 10، وانا عايزها كام؟ عايزها 20. يبقى هي دي الانسر بتاعتي. اتاكد بقى. يبقى 4 باور 2 بلس ال 2 باور 2. 4 باور 2 ب 16 بلس ال 4 تطلع بكام؟ تطلع ب 20. تمام؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني. هنا بيقول لك ايه؟ a number، خد بالك السؤال ده ما بيجيش بكتير بس ايه برضه كان جاي في محافظه من محافظات السنه اللي فاتت. بيقول لك a number formed from 2 digit its unit digit equals its 10th digit then the number is كام؟ يعني مثلا ايه؟ لو انا عندي هنا ده 22، ده اليونت او الوانس بتاعنا ودوت ايه التنس. ما هو هنا بيقول لك النمبر بتاع التنس هو النمبر بتاع الايه بتاع اليونت. طب الفاليو بتاعته بكام؟ هل هقول 2 باي 2؟ لا. او هقول 2 بلس 2؟ لا. بص، اليونت بيتكتب 2، التنس ال2 في التنس بتتكتب 20 تبقى 22. تمام؟ طب برضه يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا عندي اليونت او النمبر بتاعي هنا في اليونت هسميها اكس، وفي التنس برضه هسميها اكس، تبقى دي كانها اكس بلس دي الاكس بتاعت الايه؟ اليونت. طب والاكس بتاعت التنس عباره عن 10 اكس، 10 اكس بلس الاكس تطلع بكام؟ ب 11 اكس. طب ليه 10 اكس؟ عشان هي بتاخد الفاليو بتاعت الايه؟ البريس فاليو بتاعتها. خش بقى على السؤال السهل اللذيذ اللي هو الجنرال فورمولا. بيقول لك find the solution set of the following equations by using the general formula. الجنرال فورمولا يا شباب لازم كلنا نكون عارفينها، اللي هي هقول لك الروح عليها دلوقتي، بس تعالى نشوف الايكويشن. الايكويشن بتاعتنا دي مش جاهزه. طب ليه مش جاهزه؟ لازم نخليها ايكوال 0. يبقى كانها 3 اكس باور، ال 5 اكس تعدي الناحيه الثانيه بنيجاتيف 5 اكس، نيجاتيف 1 تعدي الناحيه الثانيه ببوزيتيف 1، كل ده ايكوال 0. خلاص. اجيب بقى الاي ايكوال، البي ايكوال، السي ايكوال. الاي بكام؟ ب 3، البي نيجاتيف 5، السي ايكوالز كام؟ 1. اكتب الرول بتاع الجنرال فورمولا، الاكس ايكوالز نيجاتيف بي بوزيتيف ونيجاتيف روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. ده الرول بتاع الجنرال فورمولا. طب اعمل ايه بعد كده؟ اعوض. اكتب مكان كل لتر الفاليو بتاعته. نيجاتيف بي، البي بنيجاتيف 5 يعني معناها بوزيتيف 5، بوزيتيف ونيجاتيف روت جوه براكت نيجاتيف 5 باور 2
ماينس 4 ملتبلاي الاي ب 1 الاي ب 3 والسي ب 1 اوفر 2 باي 3. طب يا مستر اقسم الصفحه نصين واشتغل ده لوحده؟ لا ما تشتغلش ولا ده لوحده ولا ده لوحده. هتجيب الكالك بتاعتك وتعمل برضه نوت 5 3. الاي عندك ب 3 ايكوال البي بنيجاتيف 5 ايكوال السي ب 1 ايكوال تاني. بص كده اكس 1 اكتبها فراكشن الاول. اكس 1 هتبقى ايه 5 بلس روت 13. يبقى ادي اكس 1 اهي ايكوال 5 بلس روت 13 اوفر ايه اوفر ال 6. طب بعد طب بعد كده هعمل ايه يا شباب؟ احولها لديسيمال ادوس على اس دي. هنا بيقول لك ايه approximately to nearest ايه to بيقول ايه approximate the result to the nearest two decimal places. يعني انا عايز 2 ديجيت بعد الايه بعد الديسيمال بوينت. عايز 2 ديجيت يعني ال1 معانا شغال، ال4 وال3 دول اللي انا محتاج لهم. بص على ال4 ما بتزودش يبقى دي كانها عباره عن 1.43 ناقص اجيب الاكس 2. الاكس 2 هتبقى نفس الفراكشن ده بس في النص نيجاتيف 5 ماينس روت 13 اوفر 6. برضه احولها للديسيمال وناخد 2 ديجيت هيبقى 0 2 3. ال 2 دي ما بتزودش يبقى كانها 0.23 واكتب الاس اس اكتب التو نمبرز دول 1.43 و 0.23. تمام. تعال نشوف اكسرسايز تاني عليها كده. هنا جايب لي نفس السؤال بس بشكل تاني بقى. هو هنا دي مش جاهزه خالص يا مستر، ده فيها براكت، ما انت عارف ان احنا لازم نفك البراكت. طب انا هكتبها تاني هنا ماينس 5 ايكوالز 7. عندنا مشكلتين، مشكله البراكت وان هي نوت ايكوال 0. اكس باي اكس يبقى اكس باور 2، اكس باي نيجاتيف 5 تطلع نيجاتيف 5 اكس، وتعدي ال 7 بعكس الساين وتخليها ايكوال 0. خلاص كده احنا ايه جهزنا الايكويشن. اجيب الاي ايكوالز 1 البي ايكوالز نيجاتيف 5 اما السي كانت ايكوال نيجاتيف 7. خلاص اكتب الجنرال رول بتاعنا او الجنرال فورمولا نيجاتيف بي بوزيتيف ونيجاتيف روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. طب نبدا نعمل سبستيوشن ونعوض. الاكس ايكوال نيجاتيف بي معناها نيجاتيف 5 تبقى بوزيتيف 5 بوزيتيف ونيجاتيف روت جوه براكت نيجاتيف 5 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي الاي اللي هي ب 1 ملتبلاي السي اللي بنيجاتيف 7 اوفر 4 باي 2 باي 1. خلاص وابدا احطها في الكالك مود 5 3 اجيب اكس 1 واجيب اكس 2. 1 equal negative 5 equal negative 7 equal 10. 5 plus root 53 over 2 تطلع بكام؟ 6.14. حولها بالديسيمال تطلع 6.14. هو عايز تو نيرست 1 ديجيت رقم واحد بس قبل الديسيمال. الفور دي ما بتزودش يبقى كانها 6.1. طبعا عشان اجيب اكس 2 دايما بتطلع نفس الفراكشن ده بس بالنيجاتيف اوفر 2. تعالى نجيبها بالكالك ونحولها تطلع نيجاتيف 1.14. الفور ما بتزودش يبقى كانها نيجاتيف 1.1. واكتب الاس اس ما تنساهاش تبقى 6.1 ونيجاتيف 1.1. تعالى نشوف اكسرسايز ثالث. هنا اكسرسايز ثالث برضه كان موجود في محافظه من المحافظات بتاع السنه اللي فاتت بس في مشكله ان هو جايب لي فيها فراكشن. طب يا مستر احلها ازاي؟ بص يا دكتور هو ما ينفعش الاكس تكون في الدينومينيتور اصلا. طب انا اعمل فيها ايه؟ اي حاجه بالديفايدد تخلص منها في الباي. طب ازاي؟ يعني هعمل هنا دي ملتبلاي للاكس وهنا كمان اعملها ملتبلاي للاكس وهنا كمان اعملها ملتبلاي للاكس وكمان بعد الايكوال اعملها ملتبلاي للاكس. طب ليه الكلام ده؟ هقول لك ليه. اكس تايمز اكس تبقى اكس باور 2 اكس تتكنسل مع الاكس فاضل مكانها 1 بلس 3 اكس 3 باي اكس تطلع ب 3 اكس ايكوال 0 باي اكس تطلع ب 0. طب ودي دي الناحيه الثانيه عشان ارتبها الاول اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس ال1 ايكوال 0. يبقى الاي عندنا ب 1 البي عندنا ب 3 والسي عندنا بكام؟ ب 1. خلاص كده جبت الاي والبي والسي ابدا اشتغل في الرول بتاعنا اكس ايكوال نيجاتيف بي معوض على طول بقى عشان المكان ما يكفي نيجاتيف 3 بوزيتيف ونيجاتيف روت 3 باور 2 ماينس 4 باي 3 باي ايه باي 1 باي 1 اوفر 2 باي 1 واكتبها في الكالك عشان اجيب الاكس 1 والاكس 2. اول حاجه عندي تطلع نيجاتيف 3 بلس روت 5 اوفر 2 حولها لديسمال تطلع 3 بوينت. هو عايز ايه تو نيرست ريزلت تو نيرست ايه 1 ديسمال بليس يعني عايز نمبر واحد بعد ديسمال. طبعا الايد دي هتزود يبقى كانها نيجاتيف ايه 0.4.
نيجاتيف 3 بلس روت 5 اوفر 2. تطلع زي ما احنا قلنا يا شباب تبقى نيجاتيف 0.4، الثانيه تبقى نيجاتيف 3 ماينس روت ال 5 اوفر 2 تطلع نيجاتيف 2.6. ولازم اكتب الاس اس او السوليوشن سيت بتاعتنا تبقى عباره عن كام؟ نيجاتيف 0.4 ونيجاتيف 0.2.6. خلاص. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. نخش على شويه حاجات بتيجي في التشوز. طبعا السؤال ده يا شباب انا كنت عايز اعمله في الكالك. انا عندي هنا الاي وعندي هنا البي، السي مش موجوده خليها بزيرو. يا اما ممكن احلها بشغل برايم ببريب 2. ناخد الاكس كومن فاكتور يتفضل اكس ماينس ال 1. هنا الاكس ايكوال 0 وهنا الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا 0 اند 1. طب بيقول لك if the curve of the quadratic function الاف passes through the 2 points negative 1 و4 و0 ونيجاتيف 4 and 4 و0 then the solution set of the equation الاف of x equals 0. السوليوشن سيت هو جايب لك 3 براكتس. انت بتاخد اللي فيها الاكس ليها نمبر والواي بزيرو، لازم الواي تكون بزيرو يعني هو بيقول لك الاف اكس بزيرو. يعني السوليوشن سيت بتاعتنا تبقى كام؟ نيجاتيف 1 و4 نيجاتيف 1 اند 4. طب دي ما خدناهاش ليه؟ لان الواي فيها مش بزيرو. يبقى الانسر بتاعتنا تبقى عباره عن ايه؟ نيجاتيف 1 اند 4. دلوقتي بقى يا شباب هنخش على الالجبريك فراكشن. هنا بيقول لك if the set of zeros of the function f of x equal a x power 2 plus x plus b is 0 1. ايه هي السيت اوف زيروز اصلا؟ السيت اوف زيروز اللي هي النمبرز اللي لو انا كتبتها مكان الاكس عشان تطلع في الاخر ايكوال 0. عايزني اجيب الفاليو بتاعت الاي والفاليو بتاعت البي. طب اول حاجه هنعمل ايه؟ كان دي اكس 1 ودي اكس 2. عوض مره بالاكس ايكوال 0. دي هتبقى كانها ايه؟ اقول كده لما الاكس ايكوال 0 هتبقى a تايمز 0 باور 2 بلس 0 بلس البي ايكوال 0. طبعا a باي 0 بزيرو، دي تطلع بزيرو يبقى البي في الاخر تطلع بزيرو. كده احنا جبنا الفاليو بتاعت البي، ناقص اجيب الفاليو بتاعت الاي. بص بقى ده، هقول كده لما الاكس بتاعتنا ايكوالز 1 الثانيه اهي، يبقى هنا دي كانها ايه؟ ملتبلاي ال 1 باور 2 بلس الاكس اللي هي ب 1 بلس البي اللي هي تطلع بزيرو، كل ده ايكوال 0. طب فك البراكت، 1 باور 2 ب 1 ملتبلاي الاي ب اي بلس ال 1 ايكوالز 0 لان 1 بلس 0 ب 1. طبعا دي بوزيتيف هتروح بالنيجاتيف، يبقى الاي بتاعتنا ايكوالز كام في الاخر؟ نيجاتيف 1. يبقى انا كده جبت الفاليو اوف اي والفاليو اوف بي. تمام. طب تعالى نشوف السؤال الثاني. هنا بيقول لك if the domain of the function n of x equal كذا is all except 3 find the value of a. طبعا كلنا عارفين الدومين بيجي من تحت من الدينومينيتور، دومين دينومينيتور دومين دينومينيتور. فانا على طول باخد الدينومينيتور بتاعي واكتبه واخليه في الاخر ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. واعمل سبستيوشن اشيل كل اكس واكتب مكانها 3. طب ما دي هتبقى 3 باور 2 ماينس a ملتبلاي 3 بلس ال 9 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. طب دي 3 باور 2 تطلع ب 9 ماينس a باي 3 ب 3a بلس ال 9 ايكوالز 0. جمع ال 9 مع ال 9 تبقى نيجاتيف 3a بلس ال 18 ايكوالز 0. ال 18 ده بوزيتيف هتوقعها بالنيجاتيف، يبقى النيجاتيف 3a ايكوالز نيجاتيف 18 ديفايدد النيجاتيف 3 تطلع في الاخر الايه ايكوال كام؟ ايكوال 6. تمام. طب تعالى نشوف اكسرسايز تاني. هنا بيقول لك find the common domain of the two algebraic fractions. يعني ايه common domain؟ طبعا كلنا عارفين الدومين يا شباب النمبر اللي هو ما يخليش الدينومينيتور بتاعي ايكوال 0. طب انا هفكرك بشويه حاجات كده. لو انا عندي 5 مثلا هنا اكس واكس ماينس 1 واكس بلس 2، لما كنت بجيب الدومين ار اكسبت الاكس لوحدها بزيرو، نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2. يعني ايه؟ يعني لو كانت الاكس لوحدها بيبقى بزيرو، النمبر لو نيجاتيف جوه البراكت بكتبه بره بوزيتيف، لو بوزيتيف بكتبه ايه؟ بكتبه نيجاتيف. تمام؟ طيب اول حاجه نبدا نشيك على الايكويشن دي كده فيها مشكله. مشكله لان تحت لازم يتفك. طب هو هيتفك ازاي يا مستر؟ اقول لك ازاي. خد من هنا النيجاتيف 1 كومن فاكتور تبقى اكس باور 2 ماينس 4. ابدا كمل فاكتورايز. طبعا كلنا عارفين هنعمل 2 براكتس اكس واكس، الفور هتبقى عباره عن 2 2 واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. طب الناحيه الثانيه 5 اوفر اكس بلس 2 لان ما تتفكش. لما اجيب الدومين او الكومن دومين ار اكسبت كل اللي تحت بس ما فيش نمبر بيتكرر. طب يا مستر النيجاتيف 1، النيجاتيف 1 ده ملوش اكس ما بيتكتبش معايا. دي نيجاتيف 2 اكتبها بوزيتيف 2. طب ما دي بوزيتيف 2 تتكتب نيجاتيف 2. طب ما هنا بوزيتيف 2 خلاص اتكتبت مره نيجاتيف 2. تعالى نشوف اكسرسايز تاني. برضه هنا بقى حاجه تانيه الايكواليتي اوف تو فراكشنز. بيقول لك if n1 equals كذا n2 equal كذا show if n1 equal only 2 or not وgive reason.
لازم عشان يطلعوا ايكوال السمبلست فورم تكون ايكوال السمبلست فورم، وكمان دي 1 او الدومين بتاع الفيرست ايكوال الدومين بتاع السكند. خلاص ده الشرط بتاعي. طب ما تيجي نشتغل بقى، احنا ايه هنقسم الصفحه نصين. نشتغل في اول فراكشن، ادي اكس تحت هنا عندي اكس كومن فاكتور، تاخد اكس يتفضل اكس ماينس ال1. طيب تمام، دلوقتي هنا هجيب الدومين ار ماينس، خد بالك الدومين قبل السمبليفاي الاكس لوحدها بزيرو، نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1، وابدا اعمل سمبليفاي، كنسل الاكس مع الاكس، فوق هكتب 1 اوفر اكس ماينس 1. طب انا كده اشتغلت في اول فراكشن، تعال اشتغل في ثاني فراكشن. عندي كده اكس باور 2، عندنا يا شباب اكس باور 2 بلس اكس بلس ال1 اوفر تحت ايه باور 3 2 كيوبز، فاحنا كنا بنعمل براكت صغير وبراكت كبير. هنا اكس طبعا اكس باور 3 بنوزعها، هنا اكس وهنا اكس باور 2، دي نيجاتيف احنا قلنا زيها عكسها وفي الاخر بلس، ال1 هيبقى 1 و1. طيب بعد كده اجيب الميدل تيرم ده، بعمل اكس باي 1 تطلع 1 اكس. واحد يقول لي يا مستر ما اللي فوق دوت تراينوميال يتفك، اقول لك صح، لو تراينوميال اعمله بالكالك، بس تعمله بالكالك وهقول لك على ملاحظه مهمه. لما هنعملها في الكالك بص كده يا شباب، طبعا احنا عندنا هنا الاي ب 1 والبي برضه ب 1 والسي ب 1 ودوس ايكوال. بص كده اكس 1 طلع فيها اي دي اسمها الكومبلكس نمبر، هناخدها في اولى ثانوي ان شاء الله، والفيديوز بتاعتها موجوده على الشانل عشان لو حبيت ان شاء الله تتابع معايا السنه الجايه ان شاء الله. فده معنى كده ان هو ما بيتفكش، البراكت ما بيتفكش. طب انا عشان اجيب بقى الدومين هيبقى ار اكسبت اكس ماينس 1 تبقى بوزيتيف 1. تمام. تاني حاجه دوت طالما ما بيتفكش ما بيخشش في الدومين، فانا هبدا اكنسل. بص كده دي تتكنسل مع دي، مين اللي فضل عندي فوق 1 اوفر اكس ماينس 1. بص كده السمبلست فورم دي هي السمبلست فورم دي، دي كده اول حاجه. تاني حاجه هل الدومين ايكوال الدومين؟ لا، هنا الدومين عباره عن 0 و1 وهنا الدومين ايه 1، يبقى اقول له ان1 نوت ايكوال ان2. طب ايه السبب؟ بيكوز ان الدومين 1 نوت ايكوال دي2. خلاص تعال نشوف اكسرسايز تاني. هنا بقى بيقول لك ايه يا شباب، لو ان 1 ايكوال كذا ان 2 ايكوال كذا بروف، اثبت ان 1 ايكوال ان 2، يعني هما الاثنين ايكوال، يعني لازم يطلع الدومين زي الدومين والسمبلست فورم زي السمبلست فورم. طب ما تيجي نقسم الصفحه بتاعتنا ل 2 ايكوال بارت. هنشتغل في اول واحده، نبدا نعمل فاكتورايز. فوق عندي هنا اكس وهنا اكس، ناخد اكس كومن فاكتور، اكس باور 2 خدنا اكس يتفضل اكس، اكس خدناها بره تسيب مكانها 1. طب تحت في الدينومينيتور عندي اكس باور 3 واكس باور 2، هنا الاكس كومن فاكتور، بس لما اجي اخد السمولست باور، يعني هناخد اكس باور 2 ويتفضل معايا اكس باور 3، خدنا اكس باور 2 يتفضل اكس ماينس اكس باور 2 خدناها يتفضل 2. دلوقتي اجيب الدومين ار اكسبت الاكس لوحدها احنا قلنا بزيرو، نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، وابدا اعمل سمبليفاي. خد بالك انا عندي هنا اكس باور 1 وهنا اكس باور 2، والاكس باور 2 دي ممكن تبقى عباره عن اكس باي اكس، اكس من اللي فوق تتكنسل مع اكس من اللي تحت، البراكت ما ينفعش يتكنسل، فانا هسيب يفضل معايا اكس ماينس 1 فوق اوفر اكس وبراكت تاني اكس ماينس 2. ده يبقى انا كده جبت الدومين والسمبلست فوق. نفس الكلام هنعمله الناحيه الثانيه، نبدا نعمل فاكتورايز. اول حاجه 1 2 3 تراينوميال، التراينوميال احنا قلنا بنعمله بالكالك، هكتب هنا اكس وهنا اكس. مود 5 3 يا شباب هنكتب ايه 1 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال 2 ايكوال. خد بالك النمبر لما بيطلع بوزيتيف بكتبه في البراكت نيجاتيف، وهنا 1 بوزيتيف بكتبه في البراكت نيجاتيف، يعني هكتب هنا نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. طيب تحت عندك اكس واكس واكس، تاخد اكس كومن فاكتور، اكس باور 3 خدنا منها اكس اتفضل اكس باور 2 ماينس ادي ال 4 اكس باور 2 خدنا منها اكس اتفضل اكس، خدنا الاكس يتفضل 4. طب كمل تاني لان في فاكتورايز تحت في الدينومينيتور، هنا اكس واعمل 2 براكتس. طب ليه عملت 2 براكتس؟ عشان ده تراينوميال، اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس ايه بلس 4، ودي برضه بنعملها بالكالك، وانا قصدي اعملها عشان اوريك ملاحظه مهمه. 1 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال 4 ايكوال تاني اكس، هي خد بالك اكس واحده مش اكس 1 واكس 2 ايكوال 2. طب انا هكتبها هي هكتبها في التو براكتس، اكررها هكتب هنا اكس ماينس 2 اكس ماينس 2. هات الدومين ار ماينس الاكس لوحدها بزيرو، نيجاتيف 2 تتكتب بوزيتيف 2، خلاص كنسلنا.
ده يمشي مع ده، يتفضل عندك فوق اكس ماينس ال1 اوفر اكس واكس ماينس 2. بص بقى كده، مش السمبلست فورم هي السمبلست فورم حصل، والدومين هو الدومين حصل، يبقى اقول له على طول ان n1 ايكوال ايه؟ n2. تمام. طب سؤال تاني برضه عليه، والسؤال ده بيجي برضه كتير يا شباب. بيقول ايه؟ if n1 equals كذا وال n2 equal كذا prove that n1x equal n2x for all the values of x belong to the common domain and find this domain. حلو. معنى كده ايه يا شباب؟ ان احنا هنبدا نعمل فاكتورايز ونجيب الدومين وسمبليفاي. انا في حاجات بقى مش كل شويه اجيب الكالك، احنا عندنا ده تراينوميال فهنعمله بالكالك مود 5 3، هتبقى اكس واكس هنا 4 وهنا 3 نيجاتيف بوزيتيف. تحت برضو هجيب الدومين بتاعي اكس واكس، الفور عباره عن 4 باي 1 والسم بتاعهم 5 بوزيتيف. اجيب دومينك ار ماينس البوزيتيف 4 بنيجاتيف 4، البوزيتيف 1 بنيجاتيف ايه؟ 1. سمبليفاي دي تتكنسل مع دي، اكس ماينس 3 اوفر اكس بلس 1. خلاص كده احنا عملنا ايه؟ عملنا فاكتورايز، جبنا الدومين سمبليفاي. نفس الكلام بنعمله الناحيه الثانيه، برضه دي تراينوميال، طبعا انت بتجيبها بالكالك والنمبر لو طلع بوزيتيف بكتبه نيجاتيف، يبقى انا عندي اكس واكس. طبعا ال 3 تبقى نيجاتيف 3 وهنا بوزيتيف 1، تحت هتبقى اكس بلس ال 1 واكس بلس ال 1. دومينك ار اكسبت بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1، بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1 مش تتكتب تاني، كنسل ده مع ده، طلع اكس ماينس 3 اوفر اكس بلس ال 1. السؤال بقى، هل هنا اقدر اقول ان n1 ايكوال n2؟ لا طبعا. ليه؟ لان هنا خد بالك السمبلست فورم دي هي السمبلست فورم دي، لكن الدومين مش زي الدومين. ساعتها احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول زي ما هو كان عايز ان n1 ايكوال n2 ان كومن دومين، ونجيب الكومن دومين او المجال المشترك اللي هو ار اكسبت نيجاتيف 4 نيجاتيف 1، وهنا النيجاتيف 1 احنا كتبناه خلاص. تمام. طيب تعالى بقى ايه، نشوف حاجه اسمها المالتيبليكيتيف انفرس. مالتيبليكيتيف انفرس دوت يا اما يكتبها لي از سبيتش او كلام، يا اما يقول لي ان باور نيجاتيف 1. طب find n باور نيجاتيف 1 in the simplest form and identify its domain. طب يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا شباب، لو احنا عندنا ال n x مثلا عباره عن x بلس ال 1 x بلس ال 4 او ماينس ال 4، ان باور نيجاتيف 1 اكس بنقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، تبقى هنا اكس ماينس 4 وهنا اكس بلس 1. طب والدومين ار اكسبت لما يكون نيجاتيف 1 بجيب الدومين من فوق وتحت، نيجاتيف 4 تبقى بوزيتيف 4، بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1. تمام كده يا شباب؟ ده كده بالنسبه لايه؟ للمالتيبليكيتيف انفرس او الان باور نيجاتيف 1. طب ما تيجي نشتغل، هو عايزنا نجيب ان باور نيجاتيف 1، ادي ان باور نيجاتيف 1 اكس، شقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، اكس باور 3 ماينس 3 اكس بلس 2. هي دي اكس باور 2 دي غلطه مطبعيه بس، اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 2 تحت هنكتب اكس باور 2 ماينس 2 اكس. طب بعد كده نبدا نعمل ايه؟ نبدا نعمل فاكتورايز، فاكتورايز فوق وتحت. طبعا ده 1 2 3 تراينوميال، هنعمل اكس واكس 2 براكتس، عايز ال 2 عباره عن 2 باي 1 والبلس بتاعهم ب 3 ماينس 1 وماينس 2. هنا هناخد الاكس كومن فاكتور، اتفضل عندك اكس ماينس 2. دومينك ار اكسبت، ما تنساش فوق وتحت، الاكس لوحدها بزيرو، النيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، وفوق هنا اكس ماينس 1 تبقى بوزيتيف 1، اكس ماينس 2 بوزيتيف 2 كتبناها خلاص، وابدا اعمل سمبليفاي، ده يتكنسل مع ده. طب بعد كده نعمل ايه بقى؟ فضل معايا ايه؟ فضل معايا الاكس ماينس 1 اوفر 3، دي كده السمبلست فورم. بس هو طالب حاجه ثانيه، خد بالك من دي عشان دي ايه؟ مختلفه شويه. find the value of n of x n باور نيجاتيف 1 x at equal 3. عايزني اجيب الاكس لما المالتيبليكيتيف انفرس بتاعي في الاخر equal 3. طب يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني لازم اخلي ده equal 3 عشان اجيب الفاليو بتاعت الاكس. طب نقول تاني، نقول تاني يا شباب. هو بيقول لك ايه؟ find the value of x لما المالتيبليكيتيف انفرس بتاعي equal 3. طب ما ده المالتيبليكيتيف انفرس، خليه equal 3 كانها اوفر 1 واعمل كروس مالتيبليكيشن، x باي 3 تطلع ب 3x equal 1 باي x تطلع ب x، 1 باي نيجاتيف 1 ب 1، دي تروح بعكس الساين اجمع الاكسات مع بعض يبقى 3x ماينس الاكس ايكوالز نيجاتيف 1، يبقى ال 2x ايكوالز نيجاتيف 1، اعمل ديفايد لل 2 يبقى الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. تمام؟ ده سؤال برضه. تعالى سؤال تاني كده على المالتيبليكيتيف انفرس برضه. هو هنا السؤال ده سهل ومباشر ما فيهوش اي حاجه. بيقول لك لو ال n x equal كذا the domain of n باور نيجاتيف 1. يعني انا هجيب ال n باور نيجاتيف 1 اللي هو المالتيبليكيتيف انفرس بتاعي، هي اصلا ما فيهاش فاكتورايز، هي كده كده x باور 1
فاحنا هنشتغل على طول. هقول الدومين ار اكسبت نيجاتيف 2 يعني بوزيتيف 2، بوزيتيف 1 يعني نيجاتيف 1. كده خلاص. بيقول لك فايند ايه ان باور نيجاتيف 1 لما الاكس ب 3. فانا بشتغل هنا اشيل كل اكس واكتب مكانها 3، بس في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. ايه هي؟ لازم النمبر اللي جوه البراكت ده اكشف عليه في الدومين. يعني ايه اكشف عليه في الدومين؟ دي 3. هل ال 3 موجوده هنا؟ لا مش موجوده. يبقى انا اشتغل على طول بعمل ايه؟ اشيل كل اكس واكتب مكانها 3، تبقى كانها 3 بلس ال 1 اوفر 3 ماينس ال 2، تطلع 4 اوفر 1 ب 4. طب افرض انا جيت قلت لك هات ان باور نيجاتيف 1 لل 2. ال 2 دي موجوده للدومين، يعني اقول له 2 بلونج تو دومين، معناها اقول له ايه؟ undefined. تمام يا شباب؟ ده كده بالنسبه للمالتيبليكيتيف انفرس. خش بقى على الاوبريشنز بتاعتنا، والاوبريشنز ايه فيها؟ حاجات تكات شويه. هي سهله جدا مباشره ما فيهاش اي حاجه خالص، بس انا برضه زي ما انت عارف انا جايب لك افكار كتير جدا. بيقول لك ايه؟ find ان اكس in the simplest form showing the domain. اول حاجه يا شباب بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ تشيك اب على الاكسبريشن بتاعنا. دي كده مترتبه ولا مش مترتبه؟ اه مترتبه. دي كده مترتبه ولا مش مترتبه؟ اه مترتبه. دي كده مترتبه؟ اه مترتبه. دي كده مترتبه؟ اه مترتبه. امال امتى تكون مش مترتبه؟ لو انا جبت لك 3 بلس 2 اكس بلس اكس باور 2، ابدا بالاكس باور 2 اهي، يبقى اكس باور 2 بعديها 2 اكس بعديها بلس ال 3. طب في مشكله ثانيه، لو انا جبت لك كده 3 ماينس 2 اكس ماينس اكس باور 2، رتبها. عندي مشكله ان لازم تكون الاكس باور 2 او اكبر اكس عندي بالايه؟ بالبوزيتيف. اكبر اكس بالباور بالبوزيتيف. طب ما هنا بالنيجاتيف يا مستر، يبقى تاخد نيجاتيف 1 كانك بتاخد نيجاتيف 1 كومن فاكتور، وتغير كل الساينز اللي جوه. خدت النيجاتيف 1 يتفضل اكس باور 2 بوزيتيف، نيجاتيف 2 يطلع بوزيتيف 2 اكس، بوزيتيف 3 تطلع نيجاتيف 3. تمام؟ ونبدا نعمل فاكتورايز زي ما احنا هنشوف بعد كده. طب نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدا اول حاجه ايه؟ طبعا ده تراينوميال 1 2 3. لما اجي احطه في البراكت مش هيتفك، في الكالك مش هيتفك، هيديك ار، فانا بسيبه زي ما هو. دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اقول لك عليها بقى، تكون لماح. مش دي كيوبيك، لازم يديك براكت كبير ما يتفكش عشان يتكنسل مع البراكت الكبير بتاعه. فاحنا هنا بنعمل تو براكت، براكت صغير وبراكت كبير. اكس باور 3 بوزعها اكس واكس باور 2، دي بوزيتيف زيها، الصغير زيها، هنا عكسها وفي الاخر بلس. ال8 الكيوبيك روت لل8 هيبقى هنا 2، وعاملها 2 باي 2 تطلع ب 4، وهنا هعمل دي باي دي تطلع ب 2 اكس بلس. النيوميريتور بتاعنا هنا ديفرنس بين تو سكويرز، هنعمل اكس ماينس 1 واكس بلس ال1. تمام. بعد كده اللي تحت تراينوميال هنعمل بالكالك نوت 5 3، يبقى اكس بلس ال2 واكس ماينس ال1، واجيب الدومين بتاعنا ار اكسبت اكس بلس 2 تبقى نيجاتيف 2. دوت اوعى تقول لي نيجاتيف 4 عشان ده ما بيتفكش، ما بيدخلش في الدومين. بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1. وابدا اعمل سمبليفاي. لما اعمل سمبليفاي في البلس والماينس كل فراكشن مع نفسه، يعني ده هيتكنسل مع ده وده هيتكنسل مع ده. هنا فوق في النيوميريتور اكتب مكانها 1 اوفر اكس بلس 2 بلس. هنا اتفضل معايا اكس بلس ال1 اوفر اكس بلس 2. بص على الدينومينيتورز بتاعتك هنا، لايك ولا مش لايك؟ نفس الدينومينيتور تاخد منهم واحد بس، وتبدا تعمل ايه؟ تعمل تجمع اللي فوق. هكتب 1 بلس الاكس بلس ال1، اجمع الاكسات مع بعض مفيش غير اكس واحده بس، 1 بلس 1 تبقى 2. البراكت ده يمشي مع البراكت ده تطلع في الاخر بكام؟ 1. تعال نشوف اكسرسايز تاني. برضه نفس الكلام هنا. احنا عندنا طبعا دي كده مترتبه ارينجد، دي ارينجد خلاص. ابدا اعمل فاكتورايز. 1 2 3 تراينوميال هتبقى اكس واكس. ال8 عباره عن 2 باي 4 عشان البلس بتاعهم 6 والاثنين بوزيتيف. ده ديفرنس بين تو سكويرز، يبقى اكس ماينس ال 2 واكس بلس ال 2 ماينس. هنا في اكس كومن فاكتور، خد اكس وافتح براكت، اتفضل اكس ماينس ال 5 اوفر 1 2 3 تراينوميال بالكالك اكس ماينس 5 واكس ماينس 2، عشان التن بتاعتنا عباره عن 5 باي 2 البلس بتاعهم بايكوال كام؟ ايكوال زد. ار اكسبت الدومين نيجاتيف 2 بوزيتيف 2، بوزيتيف 2 بنيجاتيف 2، نيجاتيف 5 بوزيتيف 5، نيجاتيف 2 بوزيتيف 2، كنسل ده مع ده وده مع ده. فضل عندك فوق ايه؟ اكس بلس ال 4 اوفر اكس ماينس 2 ماينس. هنا فضل معايا اكس اوفر اكس ماينس 2. ابدا اعمل ريديوس او سمبليفاي، جمع اللي تحت. هنا عندك اكس ماينس 2 واكس ماينس 2 ناخد منهم واحده بس. هنا اكس بلس ال 4 ماينس الاكس،
طبعا الاكس تتكنسل مع الاكس يطلع في الاخر 4 اوفر اكس ماينس ايه؟ ماينس 2. تعالى نشوف سؤال تاني. طيب اول حاجه هنا يا شباب دي خد بالك بقى، هنبدا نخش في افكار رخمه شويه. عندك دي كده اول حاجه ايه؟ ما فيهاش مشكله، دي ما فيهاش مشكله، دي ما فيهاش، دي فيها مشكله بقى. ايه مشكلتها؟ انها نوت ارينجد. ايه ترتيبها؟ تبقى اكس باور 2 ماينس الاكس ماينس بلس ال 6. ماشي، بس الاكس باور 2 بتاعتنا بالنيجاتيف، فاحنا هناخد كاننا بناخد نيجاتيف 1 كومن فاكتور. يبقى انا عندي اكس باور 2 بلس الاكس ماينس 6 كده خلاص، وابدا اعمل فاكتورايز. اللي فوق دي ما فيهاش فاكتورايز، سيبها زي ما هي. طب واللي تحت دي تراينوميال، تبقى اكس باور 2، افكها تبقى اكس واكس. هنا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ماينس، هنا هناخد ال 2 كومن فاكتور 2 بره وابدا اعمل ديفايد. خدنا 2 يتفضل اكس، 6 ديفايد 2 ايكوال 3. تحت طبعا النيجاتيف 1 بيتكتب معايا. هنا 1 2 3 تراينوميال، افكها بقى 2 براكتس اكس بلس 3 واكس ماينس 2. طب نبدا نعمل ايه؟ نجيب الدومين ار اكسبت نيجاتيف 3 بوزيتيف 3، نيجاتيف 2 بوزيتيف 2. اوعى تقول لي النيجاتيف 1 ده ماليش دعوه بيه، ده نمبر. بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 3، نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2. خلاص نبدا نعمل سمبليفاي. ده مشي مع ده. هنا بقى في مشكله مهمه جدا، ده نيجاتيف 1 وفي النص ماينس. نيجاتيف باي نيجاتيف تحول الاكسرسايز بتاعنا لبوزيتيف. بدل ما هي ماينس خليها بلس، دي عشان بقى بعدها نيجاتيف 1. طب هنا مفيش سمبليفاي، فده هيتكتب زي ما هو. وتحت عندي اكس ماينس 3 واكس ماينس 2. هنا فضل معايا ايه؟ فضل معايا 2 اوفر اكس ماينس 2. واحد بقى يقول لي يا مستر طب ما دول نوت لايك دينومينيتور، نعمل ايه؟ عشان كده انا جايبها. لما يكون الدينومينيتور ايكوال، احنا خدناها في التو اكسرسايز اللي فاتت، هنا نوت ايكوال نعمل ايه؟ بص يا دكتور، شوف كده، هل هنا في حاجه مش موجوده هنا؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا اكس ماينس 3 واكس ماينس 2، هنا في اكس ماينس 2، دي محتاجه اكس ماينس 3، يبقى ازود تحت اكس ماينس 3 وازود فوق كمان اكس ماينس 3. طب انا عملت كده ليه؟ عشان اخلي الدينومينيتورز بتاعتي زي بعض. تمام يا شباب؟ تعالى نكتبها تاني. قلنا هنبص على الدينومينيتور، هنا عندك 2 براكتس اكس ماينس 3 وهنا واكس ماينس 2، هنا اكس ماينس 2 بس. يعني الدينومينيتور دوت فيه براكت زياده، اكتبه هنا تحت واكتبه كمان فوق. طب وبعدين؟ اقول لك بقى وبعدين. بص كده، اصبح الدينومينيتورز بتاعتي زي بعض، ناخد فراكشن ونكتبهم تاني، اكس ماينس 3 وهنا اكس ماينس 2. تمام. فوق هنا مفيش مشكله، تتكتب زي ما هي 3 اكس ماينس 4. هنا بقى لازم افك البراكت، 2 باي اكس تطلع ب 2 اكس، 2 تايمز نيجاتيف 3 تطلع نيجاتيف 6. الخطوه الجايه لسه بقى هنعمل سمبليفاي للنيوميريتور بتاعنا، 3 اكس بلس 2 اكس تطلع 5 اكس، نيجاتيف 4 ماينس 10 ماينس 6 تطلع نيجاتيف 10، واللي تحت زي ما هو اكس ماينس 3 واكس ماينس 2. واحد ذكي بقى يقول لي يا مستر ايه؟ طب ما احنا عندنا هنا ال 5 وال 10 ديفيزبل باي 5، ناخد ال 5 كومن فاكتور. اقول له برافو عليك، 5 يتفضل اكس، 10 ديفايدد 5 تطلع نيجاتيف 2، وهنا اكس ماينس 3 واكس ماينس 2. بص كده، البراكت ده مشي مع البراكت ده، في الاخر هتبقى 5 اوفر اكس ماينس 3. ده في حاله لو جات لي نوت لايك دينومينيتور. معايا سؤال تاني برضو نوت لايك دينومينيتور. تعالى برضو نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونركز واحده واحده عشان نوصل للحل. اول حاجه دي ما فيهاش مشكله، دي ما فيهاش مشكله، دي اللي فيها مشكله عشان نوت اربنج. تعال نرتبها كده على جنب. تبقى اكس باور 2 اهي، نيجاتيف اكس باور 2 نيجاتيف اكس بلس 2. طب ما احنا عندنا مشكله ثانيه يا مستر، ان الاكس باور 2 نيجاتيف. اقول لك صح، تاخد نيجاتيف 1 كومن فاكتور. اتفضل عندك اكس باور 2 وتغير كل اللي جوه، دي بلس اكس دي ماينس 2. خلاص انا رتبتها، نبدا نعمل فاكتورايز. هنا عندك 3 وعندك 6، ناخد الكومن فاكتور بتاعنا 3، اكس 6 ديفايد 3 ايكوالز 2. هنا عندي ديفرنس بين 2 سكويرز اكس ماينس 2 واكس بلس 2 ماينس. هنا ال 9 سيبها زي ما هي. تحت بقى، تحت هنا انا عندي في نيجاتيف 1 هسيب. ده تراينوميال 1 2 3، تعملها بالكالك تبقى اكس بلس 2 واكس ماينس ال 1. خلاص جميل جدا جدا جدا. نبدا نعمل ايه بقى؟ نجيب الدومين ار اكسبت نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2. النيجاتيف 1 اوعى تدخله في الدومين ده، ما ينفعش. بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2 كتبناها، نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1. سمبليفايد، ده مشي مع ده. فضل عندي هنا ايه؟ 3
اوفر اكس بلس 2. الناحيه الثانيه خد بالك دي نيجاتيف ودي نيجاتيف 1 تتحول لبوزيتيف. هنا بقت عندك 9 اوفر اكس بلس 2 واكس ماينس 1. تعال نبص على الدينومينيتور نوت لايك يا مستر. طب صح، ده في براكت زياده مش موجود هنا اللي هو الاكس ماينس 1. قلنا بنعمل ايه؟ نكتبه تحت ونكتبه فوق. يعني اكتب هنا اكس ماينس 1 وفوق كمان اكتبه جنب 3 اكس ماينس 1. وابدا اعمل ايه؟ افك البراكت اللي فوق واخد ايه الدينومينيتور بتوعي زي ما هم اكس بلس 2 واكس ماينس 1. فك البراكت 3 باي اكس تطلع ب 3 اكس، 3 باي نيجاتيف 1 تطلع نيجاتيف 3 بلس ال 9. طب نعمل سمبليفاي، هنجمع هنا مفيش غير 3 اكس واحده بس. نيجاتيف 3 بلس 9 تطلع بوزيتيف 6. هناخد ال 3 كومن فاكتور يتفضل اكس بلس 2 اوفر الدينومينيتورز بتاعت اللي هي الاكس بلس 2 واكس ماينس 1. كنسل الاكس بلس 2 مع الاكس بلس 2 تطلع في الاخر 3 اوفر اكس ماينس ايه؟ ماينس 1. تعال نشوف الاكسرسايز ده بيتكلم عن ايه. هنا بيتكلم في المالتبلاي. المالتبلاي ده اسهل حاجه في الدنيا، سهل جدا 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 جدا. ليه؟ لان هو جاست فاكتورايز سمبليفاي دومين، الدومين قبل سمبليفاي. هنا اكسرسايز تاني يا شباب بيقول ايه؟ if ان اكس ايكوال الكلام ده find ان اكس in the simplest form showing the domain وفايند الان 0 والان نيجاتيف 1 if it's possible. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنشوف المشكله اللي عندي دي كده الرينجد ما فيهاش مشكله، سيبها زي ما هي خلاص عشان اكس باور 1 ما تتفكش. دي كده ما فيهاش مشكله مترتبه، دي ما فيهاش مشكله مترتبه، دي ما فيهاش مشكله مترتبه. خلاص التراينوميال نعملها بالكالك اكس واكس نيجاتيف 2 بوزيتيف 1 تايمز. طبعا خد بالك الكومن دينومينيتور في البلس والماينس بس، الباي والديفايد ما فيهاش كومن دينومينيتور. دي تراينوميال برضه هعملها بالكالك اكس بلس ال 5 واكس ماينس 2. هنا بقى دي تعالى نعملها بالكالك وانا قاصد نعملها بالكالك. هنكتب 3 ايكوال 16 ايكوال 5 ايكوال تاني. كده اكس 1 تطلع بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1 اوفر 3 واكس 2 تطلع بنيجاتيف 5. بص كده اكس 1 تطلع بنيجاتيف 1 اوفر 3 اكس 2 تطلع بنيجاتيف 5. طبعا النيجاتيف 5 دي ما فيهاش مشكله اكتبها بوزيتيف 5. لكن المشكله لما تجيلي فراكشن هكتب هنا اكس. دايما الرقم اللي تحت في الدينومينيتور بيتكتب قبل الاكس يبقى كانها 3 اكس. نيجاتيف 1 تتكتب بوزيتيف 1. طب لما اجي اجيب الدومين بقى ار اكسبت النيجاتيف 2 بوزيتيف 2 النيجاتيف 1 بوزيتيف 1 او البوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 5 هي النيجاتيف 5 بكتبها نيجاتيف 5. طب وهنا تاخد النمبر اللي طلع في الكالك اللي هي النيجاتيف 1 اوفر 3 وابدا اعمل سمبليفاي. بص كده البراكت ده مشي مع البراكت ده والبراكت ده مشي مع البراكت ده والبراكت ده مشي مع البراكت ده. في الباي والديفايد بكنسل كله مع بعض، اي حاجه من فوق مع اي حاجه من تحت. هنا هيتفضل ايه؟ يتفضل 1 فوق وتحت 1. يبقى فوق اكتب ايه 1 اوفر 3 اكس بلس ال 1. دي كده الان اكس ان ذا سمبلست فورم. طب هو طالب مني ايه تاني؟ طالب مني اجيب الان اوف 0. الان اوف 0 احنا قلنا النمبر ده بكشف عليه في الدومين. هل هنا في 0؟ لا ما في 0. اشتغل كل اكس اشيلها احط مكانها 0 يبقى 1 اوفر 3 باي 0 بلس ال 1. طيب تحطها في الكالك تطلع ب 1. طب هنا عايزنا نجيب ان نيجاتيف 1. النيجاتيف 1 ده موجود في الدومين؟ اه موجود. اقول له ايه؟ undefined. خلاص تعالى نشوف اكسرسايز تاني. برضه سؤال تاني على المالتبلاي. هنا برضه ايه؟ نشتغل بقى على طول يا شباب. هنا دي مترتبه دي مترتبه دي ما فيهاش مشكله خلاص. اللي فوق دي تراينوميال هعملها بالكالك مود 5 3 تديني اكس واحده بس اكررها اكس واكس 3 نيجاتيف وهنا 3 نيجاتيف كمان. تحت اكس باور 1 هي ايه لوحدها ما فيهاش اي مشكله. هنا ال 15 جاهزه. هناخد ال 5 كومن فاكتور يتفضل اكس ماينس الاي 3 واجيب الدومين ار اكسبت من تحت نيجاتيف 3 بوزيتيف 3. اوعى تقول لي ال 5 غلط. نيجاتيف 3 بوزيتيف 3 كتبناها. كنسل ده مع ده وده مع ده. اتفضل عندك ايه؟ 15 اوفر 5. طب 15 ديفايدد 5 ايكوالز كام؟ ايكوالز. تمام؟ طيب تعالى بقى اخش على الديفايد. الديفايد كان في عندنا رول كيب تشينج فليب. يعني ايه؟ يعني سيب اول فراكشن حول الديفايدد لباي فليب اقلب الفراكشن التاني. ازاي؟ تعالى نشوف مع بعض. اول حاجه نبدا نعمل فاكتورايز او نشوف اذا كانت مترتبه او مش مترتبه. دي مترتبه 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 مترتبه. دي هنعمل 2 براكتس عشان دي كيوبز، براكت صغير وبراكت كبير. اكس باور 2 زيها عكسها بلس. هنا 2 هنا 4. اكس باي 2 تطلع ب 2 اكس
ديت تراينوميال 1 2 3 اكس بلس 3 واكس ماينس 2. تشينج، خير الديفايد خليها باي، فليب اقلب ده يتفك فوق وده يتفك تحت. طب هنا هكتبها كده كانها 3 اكس بلس 9 اوفر اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 4. اللي فوق لما اجي اعمل فاكتورايز عندي 3 كومن فاكتور، اتفضل عندي اكس بلس 9 ديفايدد 3 ايكوال 3. تحت لما تعمله بالكالك هيديك اي، واحنا قلنا لما يكون فيها كيوبز البراكت الكبير لازم يكون موجود معاه عشان يتكنسل. اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 4. خد بالك بقى الدومين ار اكسبت. دومين الديفيجن يا شباب بيجي منين؟ بيجي من كل الاكسرسايز، بيجي من هنا ومن هنا ومن هنا. الوحيده اللي بره الدومين هي اللي فوق، اول واحده في الفيرست فراكشن. طب نجيبه ازاي بقى؟ بص يا شباب، طبعا دي بوزيتيف 3 نكتبها نيجاتيف 3، نيجاتيف 2 نكتبها بوزيتيف 2. هنا ده مش هيتخش في الدومين، دي بوزيتيف 3 نيجاتيف 3 كتبناها. ابدا كنسل، البراكت ده مشي مع البراكت ده، والبراكت ده مشي مع البراكت ده، والبراكت ده مشي مع البراكت ده، طلع في الاخر ايكوال كام؟ ايكوال 3. تعال نشوف اكسرسايز تاني برضو على الديفيجن. هنا بس دي فيها تكايه صغيره، ان احنا المفروض بنقلب الفراكشن الثانيه دي كانها اوفر 1، فلما تيجي تقلب تبقى 1 اوفر. طبعا ده كده تراينوميال، هنعمل التو براكتس اكس ماينس 5 واكس ماينس 2. تحت هتبقى اكس ماينس 5 برضو واكس ماينس 1. طبعا انا بقول بسرعه يا شباب لانها مش كل شويه اجيب الكالك، انت في الامتحان هتعملها في الكالك او لو انت عارفها يعني بدماغك عادي. تايمز، اقلب ال1 هيتكتب فوق. دي لما اجي افكها هناخد الاكس كومن فاكتور، اتفضل معايا اكس ماينس 2. دومينك ار اكسبت، احنا قلنا الدومين بيجي من هنا ومن هنا ومن اللي فوق. نيجاتيف 5 تبقى بوزيتيف 5، نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1. ما تنساش الاكس لوحدها بزيرو عشان في طلبه كتير بتنساها. نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف. سمبليفايك ده مع ده، ده مع ده. اتفضل معايا ايه في الاخر؟ اتفضل معايا فوق 1 اوفر اكس براكت تاني اكس ماينس ايه؟ ماينس 1. تمام. تعالى بقى نخش على التشوز بتاعه الالجبريك فراكشن. بيقول ذا سيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن. طبعا لما الاف اوف اكس ايكوال نمبر، اي نمبر ملهاش سيت اوف زيروز يبقى السيت اوف زيرو بتاعتها فوق. طب ذا سيت اوف زيروز اوفر ذا الجبريك فراكشن، الزيروهات بتيجي من فوق بس بعد السمبليفاي. طب هنا مفيش سمبليفاي يبقى السيت اوف زيروز بتاعتنا نيجاتيف 3 تتكتب بوزيتيف ايه؟ 3. ذا سيت اوف زيروز هنا دي احنا قلنا المفروض اخليها ايكوال 0، اف اكس ال 5 اكس ايكوال 0 اعمل ديفايد ال 5 يبقى الاكس ايكوال 0، او احنا قلنا لو النمبر مع الاكس باي فبزيرو على طول. هنا خد بالك من دي مهمه شويه. ذا سيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن الاف اوف اكس ايكوال ايه؟ ايكوال 0. هي لو الاف اوف اكس ايكوال اي نمبر في الدنيا، اي نمبر في الدنيا معانا الزيرو تبقى 5، لكن الزيرو الوحيده اللي تبقى ايكوال ايه؟ ايكوال ار. ذا سيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن، عايزني اجيب السيت اوف زيروز يبقى لازم اجيب الزيروهات من فوق. طب ازاي اجيب الزيروهات من فوق؟ بعد السمبليفاي. ده تراينوميال، هتعمل تفكها بالكالك اكس ماينس 2 واكس بلس ال1. اوعى تقول لي بقى ان اللي تحت ده بيتفك ديفرنس بتوين سكويرز، يبقى غلط عشان ده بلس ما يتفكش. طب خلاص اجيب الزيروهات بتاعتي ايه؟ اقول له ايه؟ نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1. هنا بيقول لك ايه؟ لو الزد اف الزيروهات بتاع الفانكشن دي ايكوالز 4، 4 ونيجاتيف 4، يبقى الايه بكام؟ طب هو معنى كلمه الزد اف معناها ان انا بخلي الفانكشن بتاعت الاكس باور 2 بلس الاي ايكوال 0. فانا بعوض مكان الاكس باي نمبر من التو نمبرز اللي هو مديهاني، 4 باور 2 بلس الاي ايكوال 0، يبقى ال 16 بلس الاي ايكوال 0. وابدا ال 16 بالنيجاتيف تبقى الاي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 16. تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك ايه؟ ذا دومين، الدومين بيجي من تحت يا دكتور، بس امتى بقى؟ قبل السمبليفاي. طب ما اللي تحت ده يتفك يا مستر، اعملها اكس ماينس 2 واكس بلس 2. اللي فوق انا مش محتاجه. ولازم ما تنساش الدومين لازم اقول له ار اكسبت ار ماينس نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. طب هنا عايز اجيب الدومين من تحت، ار ماينس نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1 على طول. طب هنا دي فيها تكه، خد بالك. الاكس باور نيجاتيف 3 ما ينفعش، خليها بوزيتيف وانزلها تحت اكس باور 3. يبقى الدومين ار اكسبت 0. ليه؟ لان احنا قلنا الاكس لوحدها بزيرو. تمام. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. عايزك تجيب الكومن دومين. الكومن دومين يا شباب هيبقى ار اكسبت. طبعا ال 3 ده نمبر ملوش زيروهات، الاكس لوحدها بزيرو يبقى ار اكسبت ايه؟ 0. ذا كومن دومين، هنا عشان اجيب الكومن دومين دي ما فيهاش مشكله، دي فيها مشكله. ايه مشكلتها؟ ان احنا هناخد التو كومن فاكتور. اتفضل اكس ماينس 3 عشان هنعمل 6 ديفايد 2، وهنا عندك 2 اكس اكس ماينس 3، يبقى الدومين ار اكسبت
3 على طول. طب وال2 احنا قلنا ال2 ما بتخشش عشان معاش اكس. طب هنا بيقول لك ايه؟ عايزنا نجيب الكومن دومين. طيب اول واحده دي ما فيهاش مشكله، تاني واحده فيها مشكله، ان احنا محتاجين نفك اللي تحت. هناخد اكس كومن فاكتور، يتفضل اكس ماينس 2، وانا عندي هنا الدينومينيتور بتاع اكس ماينس 2، يبقى دومينك ار اكسبت نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 والزيرو الاكس لوحدها بايه؟ بزيرو، يبقى 0 ايه. طب تعالى نشوف سؤال تاني. هنا بيقول لك if the common domain of the two function n1 و n2 equal الكلام ده. طب ما تيجي نجيب من هنا الكومن دومين ار اكسبت الاكس لوحدها بزيرو، النمبر لو مع الاكس بوزيتيف مكتوب نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف كي. ده الدومين اللي انا جبته. طب الدومين اللي هو كان مديهوني ار ايكوال 0 2، طب ما الزيرو ايكوال الزيرو يبقى النيجاتيف كي ايكوال 2، تبقى الكي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 2. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا عايزنا نجيب الان الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفرس. الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفرس من فوق وتحت ار اكسبت نيجاتيف 5 بوزيتيف 5 بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2، يبقى 5 وايه ونيجاتيف 2. برضه عايزنا نجيب الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفرس اللي تحت ما بيدخلش في الدومين عشان ما فيهوش اكس، يبقى ار اكسبت 3 عنده. سؤال تاني، خد بالك هنا جايبها لك بقى مالتيبليكيتيف انفرس از سبيتش، يبقى ار اكسبت اللي فوق واللي تحت النيجاتيف 2 تتكتب بوزيتيف 2 والبوزيتيف 1 يتكتب نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. تعال نشوف سؤال تاني. هنا خد بالك بقى ايه؟ لو الاكس بلس 5 اوفر اكس بلس 3 از ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف ذا فانكشن، يبقى الايه بكام؟ الاول ادي الفانكشن الاصليه بتاعتي اهي، المالتيبليكيتيف انفرس بتاعها هو ده. يعني عشان ارجعها زي ما كانت اقلبها تبقى كانها اكس بلس 3 اوفر الاكس بلس 5. طب ما الاكس بلس 5 ما تمشي مع الاكس بلس 5 والاكس مشيت مع الاكس، يبقى النيجاتيف a ايكوال 3، يعني الاي ايكوال نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3. هنا بيقول لك هات لي الان باور نيجاتيف 2. معنى كده ايه؟ ان انا اعمل سمبليفاي واجيب الدومين. طب اللي فوق هناخد ال 3 كومن فاكتور اكس ماينس 2 وتحت اكس ماينس 3. طب دومين الان باور نيجاتيف 1 ار اكسبت فوق وتحت نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 نيجاتيف 3 بوزيتيف 3. ما احنا قلنا واحنا شغالين يا شباب اكشف على النمبر ده موجود في الدومين، موجود، يبقى اقول له ان ايه؟ ان ديفاين. هنا بيقول لك لو الان باور نيجاتيف 1 اوف اكس عباره عن 3 ماينس اكس اوفر 5 ماينس اكس then the additive inverse of the algebraic fraction ان اكس. طب انا عايز اجيب الان اكس الاول. الان اكس هقلب ده كانها 5 ماينس اكس و3 ماينس اكس. الاديتيف انفرس يا شباب ان انا بغير الساين بتاعت يا اما النيوميريتور يا اما الدينومينيتور، يعني اغير التو ساينز دول يا اما اغير التو ساينز دول، كاني بعملها ملتبلاي نيجاتيف 1. يعني بص كده ممكن اكتبها بالشكل ده، اسيب اللي فوق زي ما هو 5 ماينس اكس واغير ال 3 دي نيجاتيف واغير الاكس بالبوزيتيف، فممكن اكتبها اكس ماينس 3 هتلاقيها لتر ايه؟ لتر دي. تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا خد بالك بقى الاديتيف انفرس، لسه شارحين الاديتيف انفرس يا اما اغير الساين اللي فوق يا اما اللي تحت. طب لو انا غيرت اللي فوق هغير الاثنين، الاكس بوزيتيف اخليها نيجاتيف، ال 3 نيجاتيف اخليها بوزيتيف 3، واللي تحت يتساب زي ما هو. ممكن اسيبها زي ما هي كده او اعيد ترتيبها، اكتب البوزيتيف الاول تبقى 3 ماينس اكس اوفر اكس بلس، يبقى الانسر بتاعتي لتر ايه؟ لتر بي. طيب تعالى نشوف سؤال تاني بيقول لك the simplest form of the algebraic fraction. طب انا عندي هنا ال 10 minus 2x over x minus ال 5. احنا قلنا طبعا دي مش مترتبه، هنرتبها تبقى نيجاتيف 2x بلس ال 10 over ال x minus 5. هناخد من فوق النيجاتيف 2 كومن فاكتور، اتفضل x 10 ديفايدد نيجاتيف 2 بنيجاتيف 5، وتحت عندي x minus ال 5 ده تكنسل معاه تطلع في الاخر بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. طب سؤال تاني برضه. هنا بيقول لك the simplest form of the fraction. عشان اجيب السمبلست فورم بص يا دكتور، اللي فوق دي ما فيهاش مشكله x minus 5، اللي تحت هي اللي فيها المشكله. هتكتب نيجاتيف x بلس ال 5، بس ما تنساش بناخد النيجاتيف 1 كومن فاكتور تبقى x minus ال 5. ايه اللي هيحصل؟ الاكس minus 5 تمشي مع الاكس minus 5 تبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. هنا بيقول لك the simplest form of the algebraic fraction. اول حاجه دي فيها مشكله تحت مش مترتبه، فادي الاكس اهي، هنا هترتبها تبقى نيجاتيف اكس بلس 2، تاخد نيجاتيف 1 كومن فاكتور اكس ماينس 2، وهنا عندك ايه؟ عندك 2 اوفر اكس ماينس 2. طب تمام، بص بقى كده يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، النيجاتيف 1 احطه قد الاكس يبقى نيجاتيف اكس بلس 2 اوفر ال2 دينومينيتور دول زي بعض اكس ماينس 2. طب وبعدين
ما انا عندي هنا الاكس نيجاتيف، ناخد نيجاتيف 1 كومن فاكتور، اتفضل اكس ماينس 2 اوفر الاكس ماينس 2. طبعا دي تمشي مع دي، اتفضل في الاخر ايه؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. تعال نشوف السؤال اللي بعده. برضو عايزك تجيب السمبلست فورم. طبعا انا عندي هنا 2 دينومينيتور زي بعض، فهناخد منهم واحد بس. يبقى انا عندي 2x بلس 2، وهنا هنكتب اللي فوق بلس بعض x بلس ال1. تمام. بس هنا يا مستر ممكن اخد ال2 كومن فاكتور، صح؟ يبقى يتفضل x بلس 2 ديفايدد 2 ايكوال 1. x بلس 1 تتكنسل مع x بلس 1. فوق عندي فضل 1 اوفر 2 يعني هاف. دلوقتي بقى نخش على البروبابيلتي، واحنا عندنا شويه رولز اساسيه. تعالى نراجعها مع بعض عشان نشتغل بيها على طول. انا عندي البروبابيلتي اوف A يونيون B. عندي تو كيسز probability of A union B. دي ليها تو رولز، عباره ال A union B عباره عن ال A بلس ال B ماينس الانترسكشن. ده كده اول رول. تاني رول لو قال لي موتالي اكسكلوسيف يبقى عباره عن ال A بلس ال B بس. ده كده اول رول. طب probability of B minus A، الديفرنس يا شباب عباره عن الاول اللي هو ال B ماينس الانترسكشن. طب لو كنت كاتب ايه الاول هيبقى ايه ماينس الانترسكشن. اي حاجه داش ايه داش مثلا، او كومبلمنتري اوف ايه عباره عن 1 ماينس الايه اللي هي من غير داش. خلاص، دي كده الرولز بتاعت البروبابيلتي. تعالى نبدا نشتغل. هو هنا عايزنا اجيب البروبابيلتي اوف ايه يونيون بي، فانا اكتب الرول بتاعي probability اوف ايه يونيون بي عباره عن ايه بلس البي ماينس ايه انترسكشن بي. طب ما تيجي نعوض بقى. الاي كانت ب 0.5 بلس البي كانت 0.4 ماينس الانترسكشن هو ب 0.1، وتحطها في الكالك على طول تطلع 0.8. ده كده اول ريكوايرد. تاني ريكوايرد عايزني اجيب البروبابيلتي اوف بي ديفرنس ايه. معناها ان انا بجيب الاول اللي هو البي ماينس الانترسكشن. دي رولز يا جماعه، لو انا حافظ الرولز هعرف احل، مش حافظ مش هعرف احل. طب البي بتاعتنا كانت عباره عن 0.4 ماينس 0.1 تطلع بكام؟ 0.8 0.3. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. نفس الاكسرسايز هو نفس المطلوب، بس اللي مزود حاجه عندي اللي هي البي داش. طب ما تيجي نجيب اليونيون الاول. طبعا يا شباب تكرار الاسئله هنا لسببين. اول سبب انك تخرج من الفيديو مش محتاج اي حاجه ثانيه. تاني سبب التكرار تثبيت معلومه، تثبيت معلومه. يا سلام بقى لو تعمل بوز للفيديو تبدا تحل. هنا هيبقى عباره عن الاي بلس البي ماينس اي انترسكتس بي. طب الاي بهاف، هو جايبها لي بهاف، والبي ب 1 اوفر 4 ماينس الانترسكشن بتاعنا اللي هو 1 اوفر 8. وانت ما تشغلش دماغك يا دكتور الكالك بتتكلم على طول. تطلع في الاخر يا شباب بكام؟ ب 5 اوفر 8. كده ده احنا كده جبنا اليونيون. طب ما احنا لسه قايلين الاي ماينس بي بقى، مش عايز البي ماينس اي. هنا probability اوف اي ديفرنس بي، في الديفرنس بتاخد الاول ماينس الانترسكشن بينهم اي انترسكتس بي. طب الاي كانت بهاف ماينس الانترسكشن كان ب 1 اوفر 8، تطلع في الكالك ب 3 اوفر 8. طب اخر حاجه عندي عايزنا اجيب البي داش. طب البي داش الكومبلمنتري اوف بي عباره عن 1 ماينس بي. اي حاجه داش عباره عن 1 ماينس نفس الحاجه من غير داش، يعني كانها 1 ماينس 1 اوفر 4 تطلع ب 3 اوفر كام؟ اوفر 4. تعال نشوف سؤال تاني. هنا بص يا شباب بيقول لك ايه. لو انت عندك الاي والبي ار تو ايفنتس فروم ذا سامبل سبيس اوف راندوم اكسبيرمنت، والاي بكذا والبي بكذا والانترسكشن بكذا، عايزك تجيب بص بي probability اوف. دي ما بتجيش كتير. ايه انترسكشن بي بس داش. احنا قلنا اي حاجه داش بتبقى 1 ماينس نفس الحاجه بس من غير الداش. طب برضو يعني ايه؟ يعني 1 ماينس الانترسكشن بتاعنا 1 اوفر 3. الكالك بنت الحالات طلعها 2 اوفر 3. طب انا عايز اجيب الاي يونيون بي probability اوف اي يونيون بي، هيبقى عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن اي انترسكتس بي. طب الاي بتاعتنا كان بكام؟ كان بهاف بلس البي اللي هي 2 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3. لما اكتبها في الكالك يا شباب تطلع بكام؟ 5 اوفر 6. تعال نشوف اكزامبل تاني. هنا يا شباب برضو ايه، خد بالك احنا بندور في نفس العجله بقى، هي نفس الكلام. بس طبعا انا بجيب الاكسرسايز عشان بيبقى فيه حاجه مختلفه شويه.
هنا الاي يونيون بي خلاص انت حفظتها معايا، ده احنا ده رابع اكسرسايز تقريبا. هيبقى عباره عن الاي اللي هو 0.4 بلس البي اللي هي 0.5 ماينس الانترسكشن اللي هو 0.2 تطلع 0.7. ايه حكايه بقى the probability of non occurrence of the event A؟ يعني non occurrence يعني عدم حدوث ايه، دي معناها مش بي ايه بقى، بي ايه داش. الاوكيورنس اوف ايه معناها البروبابيلتي اوف ايه، نون اوكيورنس اوف ايه معناها الايه داش، يبقى 1 ماينس ايه على طول. يعني 1 ماينس 0.4 تطلع ب 0. كام؟ 0.6. تمام. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا بيقول لك ايه بقى، حاجه ايه مختلفه شويه عن اللي فات. بيقول ايه، لو الاي والبي ار تو ايفنت ان ذا سامبل سبيس اوف راندوم اكسبيرمنت، الاي بكذا والبي بكذا ومديك اليونيون. عايزنا نجيب A ماينس B والاي والبروبابيلتي اوف A داش بلس B داش والانترسكشن. انا بكتب رول اليونيون probability of A يونيون B اهو، عباره عن البي اي بلس البروبابيلتي اوف B ماينس الانترسكشن بتاعها. طب ما تيجي نعوض، الاي يونيون B كان مديها لي 0.9 ايكوال الاي عباره عن كام؟ 0.5 بلس البي اللي هي 0.6 ماينس ايه انترسكشن بي، ده اللي انا عايز اجيبه. طب اجيبه ازاي؟ ولا تشغل دماغك، خلي ال 0.9 زي ما هي، اعمل دول بلس مع بعض تبقى 1.1 ماينس ايه انترسكتس بي. طب انا عشان اجيب الايه انترسكشن بي هتبقى 0.9 ماينس 1.1 ايكوال نيجاتيف ايه انترسكشن بي. تبقى الايه نيجاتيف ايه انترسكشن بي تطلع نيجاتيف 0.2. يبقى الايه انترسكتس بي عباره عن كام؟ 0.2. ده كده اول مطلوب بالنسبه لي. تاني حاجه عايزنا نجيب البروبابيلتي اوف A ماينس B. خلاص، ما احنا قلنا الاول اللي هو الاي 0.5 ماينس الانترسكشن اللي هو 0.2 تطلع 0.7. طب هنا عايزنا نجيب A داش بلس B داش. A داش اصلا 1 ماينس A اللي هي عباره عن 0.5 بلس B داش اللي هي ال 1 ماينس ال B اللي هي 0.6. حطها في الكالك، دي تطلع 0.5 بلس 0.4 تطلع 0.9. طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا حاجه مختلفه شويه، عشان بيقول لك ايه if A and B are mutually exclusive events of the random experiment، ال A بكذا وال B كذا. خد بالك لو انا عايز اجيب A intersection B تبقى فاضي طالما قال لي mutually exclusive، لكن لو حطيت ال probability of A intersection B تبقى زيرو. خد بالك عشان دي بتيجي في التشوز كتير. طيب اول حاجه، طب انا عايز اجيب البروبابيلتي اوف A يونيون B. طب لما انا شرحت في الاول قلت لو الموتيل هيبقى عباره عن ال A بلس ال B دايركت، يعني كانها 3 اوفر 5 بلس ال 1 اوفر 5 تطلع 4 اوفر ايه اوفر 5. برضه اكسرسايز تاني يا شباب بيقول ايه، ال A وال B are two mutually exclusive events from the sample space of random experiment. مديك اليونيون، انا عندي الرول بتاع اليونيون A يونيون B عباره عن الاي بلس البي بس. ليه؟ لان هم الموتولي اكسكلوسيف الانترسكشن بتاعهم ايه؟ البروبابيلتي بتاعته بايه؟ بتاعت بزيرو. فدي عباره عن 7 اوفر 12 اهي ايكوال، شيل الاي واكتب 1 اوفر 3 بلس البي. طب انا عشان اجيب البروبابيلتي اوف بي هودي ده بعكس الساين، يبقى كانها 7 اوفر 12 ماينس 1 اوفر 3 تطلع في الكالك بكام؟ ب 1 اوفر 4. تعال نشوف اكسرسايز تاني. بيقول لك A و B are two events of the sample space in the random experiment. ال A بكذا، خد بالك ال B دي داش بكذا واليونيون بكذا، عايزك تجيب ال B وال A والانترسكشن. طب ما انا عشان اجيب ال B، ما احنا عارفين ان الرول ال B عباره عن 1 ماينس B داش، يعني هتبقى عباره عن 1 ماينس B داش اللي هي 0.7 تطلع ب 0. كام؟ 3. طب انا عايز اجيب الايه الانترسكشن يا مستر، هو مديك اليونيون، تكتب رول اليونيون A يونيون B عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن بتاعه. عوض بقى، اليونيون كان ب 0.6 ايكوال الاي عباره عن 0.5 البي عباره عن 0.7 ماينس A انترسكتس B. تمام. طيب هتبقى 0.6 ماينس 0.5
ودي الناحيه الثانيه ماينس 0.7، يبقى على طول الاي انترسكشن دي يا شباب هنا هتبقى بالنيجاتيف تطلع بكام؟ 0.6 او نيجاتيف 0.6. النيجاتيف تمشي مع النيجاتيف يبقى الانترسكشن 0.6. تعال نشوف اللي بعده كده. هنبدا نخش على الام سي كيو كويشنز المالتيبل تشويس بتاعت ايه؟ بتاعت البروبابيلتي. اول اكسرسايز بيقول if A and B are two mutually exclusive events. طالما عايز الانترسكشن وقبلها B يبقى عايز نمبر، احنا قلناها بزيرو. B subset of A، البي هي الصغيره والاكس هي الكبير. الانترسكشن بيدي الصغير، اليونيون بيدي الكبير. طب هنا عايزنا نجيب البي A انترسكتس بي، معناها باخد الصغير اللي هو البي. هنا عاكس الاي سبست اوف بي، اليونيون بيدي الكبير. مين الكبير؟ اللي العلامه بتبص على اللي هو البي. فالانترسكشن بيدي السمولست واليونيون بيدي البيجست اللي هنا اللي هو مين؟ اللي هو البي. تمام. تعال نشوف اكسرسايز تاني. برضه هنا عايزنا اجيب ايه؟ اجيب الانترسكشن. بيقول لك ايه؟ if A and B are two mutually exclusive events of the sample space of random experiment. الايه بكذا والبي بكذا. خد بالك هو مديك ده والتمويه. انا كل اللي يهمني موتال اكسكلوسيف يبقى اليونيون بتاعنا الانترسكشن بتاعه بايه؟ بزيرو، او البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن بزيرو. طب هنا A dash is the complements of A, then probability of A intersects A dash. هو ال A وال A dash two mutually exclusive، ما بيحصلوش مع بعض اصلا، فدول كانهم mutually exclusive، يبقى البروبابيلتي بتاعتهم بكام؟ بزيرو. اكسرسايز تاني. هنا بيقول لك ال A وال B are two mutually exclusive. حلو. الاي يونيون بي بكذا والاي بكذا، عايزني اجيب البي داش، فلازم اجيب البي الاول. لما يكون موتال اكسكلوسيف ومديك اليونيون فيبقى عباره عن الاي بلس البي بس. طب اليونيون بتاعنا 0.6 ايكوال الاي 0.3 بلس البي. انا عشان اجيب البي هودي دي بعكس الساين اهي، نيجاتيف 0.3، تبقى البروبابيلتي اوف بي عباره عن 0.3. بس انا مش عايز بي ده، انا عايز اجيب بي داش. بي داش هتبقى عباره عن ايه يا شباب؟ 1 ماينس 0.3 تطلع 0.7. طب السؤال اللي جاي برضه هنا بيقول لك الاي والبي ار تو ايفنت اوف ذا سامبل سبيس اوف راندوم اكسبيرمنت. then the event of occurrence of A and B together، الاثنين بيحصلوا مع بعض اللي هو الانترسكشن. خد بالك لما اقول لك A and B together معناها الانترسكشن، لو قلت لك A or B معناها اليونيون، يبقى هنا الانسر بتاعك تبقى ايه؟ انترسكتس. طب هنا الاي 0.6، الاي داش يبقى 1 ماينس 0.6 تطلع 0.4. السؤال اللي بعده هنا برضو بيقول لك خد بالك من دي. الاي سبست اوف ذا سامبل سبيس، الاي ايكوال اي داش، يبقى الاي بكام؟ هو انا عندي دايما الاي بلس الاي داش الاثنين مع بعض ب 1. لما يكون الاثنين ايكوال يبقى كل واحده فيهم ايكوالز هاف. بيقول لك الاي سبست اوف بي، الانترسكشن هنا بيدي ايه؟ لان الاي هي الصغيره، الانترسكشن بيدي الايه. طب انا عايز اجيب الاي ديفرنس بي، معناها الاي ماينس بي اي انترسكشن او انترسكتس بي. طب ما احنا قلنا دي عباره عن ايه؟ طب ما ايه ماينس نفسها بكام؟ بزيرو. السؤال اللي بعده شويه تراكمي بقى يا شباب. هنا بيقول لك if k belong to the interval 2 and 7 زي ال k made equal كام؟ هي ال k موجوده بين ال 2 وال 7 تبقى equal 7. ده كنا بناخده في بريب 2. الانترفال دي كلوز، لما اجي اشيل منها 3 وال 5 الاثنين هيتحولوا لاوبن، تبقى اوبن 3 وايه و5. السؤال بعد كده طبعا روت الواي ايكوالز 2، فايند ذا فاليو اوف 3 واي. روت الواي ايكوال 2، انا عشان اجيب الواي بعمل باور 2 هنا وهنا وكمان باور، تبقى الواي ايكوال 4. هو عايز واي ولا 3 واي؟ 3 واي معناها 3 تايمز 4 تبقى 12. ال ام ايكوالز 5. طب ال ام باور 2 دي، ال ام باور 2 فكها كانها ال ام تايمز ام ايكوال كام؟ ايكوال 20. طب ما ال ام هو قال لك اصلا ب 5، ودي ال 5 بالديفايد تبقى الام بكام؟ ب 4. السؤال اللي بعده طبعا ده شغل كده ايه؟ شغل ابتدائي. هجيب الفاليو بتاعتي روت 25 ماينس 9 تطلع بايه؟ ب 4. طب ال 4 عباره عن 5 ماينس كام؟ 5 ماينس 1. هنا الواي باور 2 ايكوال 4، يبقى الواي عباره عن بوزيتيف ونيجاتيف روت ال 4، يعني بوزيتيف ونيجاتيف 2. طب هنا الاكس اوفر الواي ايكوال 3، اعمل كروس مالتيبليكيشن معناها الاكس ايكوال 3 واي، يعني 3 تايمز بوزيتيف ونيجاتيف 2 تبقى كانها بوزيتيف ونيجاتيف كام؟ 6. السؤال اللي بعده هنا ال 5 باور واي ايكوالز 1، احنا خدناها في بريب 2. لو كان الاكسبوننتس بتاعتي هنا ايكوال 1 فكانها 5 باور ايه؟ باور 0.
عشان لو البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال باور تبقى بزيرو. السؤال ده احنا زهقنا منه يا شباب في بريب 2 كتير جدا وبريب 1 كمان. هنا عندك a باور 2 ماينس b باور 2 فكها تبقى كانها a ماينس b و a بلس ال b، كل دول ايكوال 15. بيقول لك ال a ماينس b ايكوال 3، يبقى 3 ملتبلاي a بلس ال b ايكوال 15. ودي دي بالديفايد يبقى كام؟ تبقى ايكوالز ايه؟ ايكوالز 5. تعال نشوف سؤال تاني. هنا بيقول لك ايه بقى؟ x بلس 3y ايكوالز 7. x بلس 3 براكت y بلس 5 ايكوال كام؟ ادي الاكس، فك البراكت 3 بلس y تبقى 3 باي y تبقى 3y، 3 باي 5 تبقى بكام؟ ب 15. طب ما احنا دلوقتي بيقول لك الاكس بلس 3 واي ايكوال 7، كانها 7 بلس ال 15 تطلع بكام؟ ب 22. هنا بقى اوردر دي بير، احنا عندنا ايه؟ المفروض نقسم البيج ل 2 ايكوال بارت، الفيرست ايكوال الفيرست يبقى الاكس ماينس ال 4 ايكوال 7، والسكند ايكوال السكند يبقى الواي بلس ال 2 ايكوالز ال 5. دي بوزيتيف تروح بالنيجاتيف يبقى الواي ايكوال 3، وهنا الاكس ايكوال دي تروح بالبلس يبقى الاكس ايكوال 7. هو عايز يجيب اكس بلس واي، يبقى انا ايه؟ 7 بلس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 10. تعال نشوف اكسرسايز تاني. طبعا دي بيقول لك هنا اكس باور 2 بلس 10 اكس از ا بيرفكت سكوير. بيرفكت سكوير يعني لازم دوت يكون باور 2، او بلاش نجيبها بشكل تاني. كنا احنا بنجيبها ازاي يا شباب في ايه؟ في بريب 2 كان احنا عندنا رول في بريب 2 يا شباب. ايه هو الرول بتاع البريب 2؟ كنا بنعمل اللي في النص دوت 10 باور 2 اوفر 4 ملتبلاي النمبر في الاول وهو ب 1 تطلع ب 25. او انت ممكن تعمل ايه؟ تشيل الكي دي وتجرب مكانها 25 وتعمل مود 5 سل. لو طلعت فاليو يبقى تمام، ما نفعتش جرب ال 16 and so on، والوحيده اللي هتشتغل معاك ال 25. x is a negative number then the greatest number from the following numbers is k. طبعا دي الاكس نيجاتيف نمبر اختار مثلا از نيجاتيف 1، كانها 5 بلس نيجاتيف 1 تبقى 4، 5 تايمز نيجاتيف 1 تبقى بكام؟ بنيجاتيف 5، 5 اوفر نيجاتيف 1 تبقى بنيجاتيف 5 برضه، 5 ماينس نيجاتيف 1 تبقى كانها ب 6، يبقى دي اكبر واحده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ the positive integer numbers their sum is 8 and their difference is 2. عايز 2 numbers البلس بتاعهم ب 8 والماينس بينهم ايكوال 2. طب هي 6 بلس 4 ايكوال 10، 2 بلس 4 ايكوال 6، 2 بلس 6 ايكوال 8. حلو، الماينس بقى 6 ماينس 2 4، عايزين الديفرنس 2 تطلع مين؟ 3 و5. ار بوزيتيف انترسكتس ار نيجاتيف تبقى 4. تعال نشوف سؤال تاني. هنا بيقول لك ذا ديجري اوف ذا الجبريك اكسبريشن، الديجري اللي هي الهايست باور، هنا باور 1 هنا باور 1 دي باور 3 عشان هنا 2 هنا 1 تبقى ثيرد ايه؟ ديجري. طب دوت احنا كنا بنحله قبل كده. طبعا انا عشان اجيب الفاليو اوف اكس باور 2 هعمل هنا باور 2، بقى الاكس باور 2 عندي بقت 625. عشان اجيب الاكس احطها تحت السكوير روت، بوزيتيف ونيجاتيف روت ايه؟ 25. تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده برضه شق احنا بناخده في بريب 3. هو هنا بيقول لك 3 باور اكس ايكوالز 9. دي بقى 3 باور اكس بلس ال 1. احنا كنا بنقولها ازاي؟ الباور فيها بلس، فانا باجي تحت البلس اكتب باي واكتب هنا كانها 3، برجعها لاصلها، لانها لما اجي اعمل ملتبلاي بعمل بلس للباور يبقى كانها 3 باور اكس تايمز 3 باور 1. طب 3 باور اكس هو قال لك ب 9، 9 تايمز ال 3 بكام؟ ب 27. ال 2 باور اكس ايكوال 3، ال 8 باور اكس هي ال 2 باور اكس ايكوال 3. طب ال 8 باور اكس هي ال 2 عشان تبقى 8 عملتها باي نفسها 3 تايمز، يبقى اعمل هنا برضو باور 3 تبقى كام؟ ب 20 ايه؟ 27. كده يا شباب احنا خلصنا الفاينل ريفيجن بتاعت الالجبرا. اتمنى لكم دايما التوفيق، اشوفكم بخير ونتلاقى. كان معاكم مستر عطيف قناتكم جوماس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.